السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين ومتتبعات برامجنا عبر راديو كوم 24 وبرنامج إطلالة رياضية في هذه الحلقة التي نواكبها مع المونديال الإفريقي، وسنقوم بدردشة كما تعودتم في الآونة الأخيرة. معنا الأخ عديل وليم كمحلل رياضي لبرنامج إطلالة رياضية. أهلا سي عديل، مرحبا بك معنا. اهلا سي سعيد خويا، كي داير؟ لاباس، نتمنى تكون بخير. كنشكرك على الاستضافه مره اخرى على البرنامج اطلاله، وتحيه لراديوكم المتتبعين والمتتبعات، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للجميع. باش ندخلوا مباشره الموضوع تاع الليله، هو المباريات المباريات الاولى في الجوله الثالثه مجموعه او بي. كيف شفنا في هذه الصبيحة اليوم كانت المباراة بين زيمبابوي وجنوب افريقيا التي تزامنت كذلك نفس التوقيت مع انغولا ومصر. كيف شفتي هذه المباريات اخي عادل والنتائج ديالهم؟ النتائج كانت سي سعيد، كانت نتائج متوقعه يعني، وحافظت تقريبا على نفس ديال الترتيب. انا ما يمكنش ما ساهدتهمش بجوشات، غير المقابله ديال مصر وانغولا. يعني شفت مقابله كانت قويه. مفاجاه ان المنتخب المصري رغم انه كاين غيابات كثيره ما قدرش يحقق الفوز. المنتخب الانغولي كان قوي، ولكن المباريات حافظوا على نفس التوقعات وعلى نفس الترتيب ديال المجموعه. ومن بعد شفنا المباراة التي كان ينتظرها المتتبعين والجمهور المغربي، هي المباراة الثالثة مع زامبيا، وكانت كذلك في نفس التوقيت جزر القمر مع مالي. قبل ما ندخلوا ونركزوا على المباراة تاع المغرب وزامبيا، شنو هو الرأي تاعك في المباراة تاع مالي والنتيجة ديالها؟ وصراحه مفاجاه انها تسالي بالتعادل. مالي لعب مقابله قويه مع المغرب، وقف الند للند، خلق محاولات، سجل هدف من ضربه الجزاء. ولكن يعني كنشوفوه ما قدرش ينتصر على جزر القمر اللي انتصر عليه المنتخب الوطني المغربي بجوج اهداف لصفر. وهنا كتبقى سي سعيد ان دائما كره القدم تكون فيها المفاجاه، ودائما الفرق ما كتلعبش بنفس المستوى. وهنا تيبين لك ان اللي جا كيلعب مع المنتخب المغربي كيلعب بجميع القوه ديالو، كيستنزف القوه ديالو كامله مع المنتخب المغربي، وبالعكس مع المنتخبات الاخرى. اذا مالي صراحه مع احترامي لجزر القمر، كان انه بالطريقه اللي لعب معها بالتكتيك وبالنهج اللي لعب معها مع ضد المنتخب المغربي كان خصو يفوز، ولكن للاسف ان جزر القمر كان غادي ينتصر. اذا هذا دليل على القوه ديال المنتخب المغربي، وداك الشيء اللي وصل ليه المغرب. اي فريق غادي يجي غادي يلعب معاك غادي يعطي الجهد ديالو كامل، وغادي يعطي يعني كل ما لديه. جميل جميل. وهذه كيف قلتي من احد المفاجآت اللي شفناها. وهنا تيكون تنشوفوا مالي يتصدر او يكون في المرتبه الثانيه بعد المغرب في 3 تعادلات، يعني 3 تعادلات، لا مع زامبيا في المباراه الاولى، المغرب المباراه الثانيه، والمباراه الثالثه مع جزر القمر كانت عنده 3 تعادلات. هنا تيبين لك بان المالي المنتخب المالي ماشي هو ذاك المنتخب اللي يعطينا دوك الهاله والناس خرجات وبدات تنتقد وبدات تدير يعني ماشي هو منتخب مالي اللي لعب ضد المغرب، هذا منتخب اخر، يعني كان تيهمه غير التعادل ونبينا عليه السلام. وما تنساش كنا خسر، كان باي باي، ما نسيتيش هذه. يعني المنتخب مالي لعب باللي خصو يلعب به بجميع الترسانه ديالو، ولكن راه كان تيغامر التموقع ديالو. لو قدر الله كانت الهزيمه ديالو وانتصر المنتخب الشقيق جزر القمر، كان منتخب مالي باي باي
لانه سيكون عنده جوج نقاط حتى المرتبه الثالثه ما تكونش عنده. هنا هذه هي الخطوره تاع هذه المجموعه وتاع الترتيب هذا. هادشي علاش السي سعيد دابا كنتكلموا على ان المنتخب الوطني المغربي رفع السقف ديال كره القدم والقيمه التسويقيه ديالو والمكانه ديالو عالميا، خلات جميع المنتخبات دابا اي منتخب السي سعيد راه بلا ما يدوز للدور الثاني في كاس افريقيا، بزاف المنتخبات الهم ديالها هو انها تعادل مع المنتخب المغربي او لا تفوز على المنتخب المغربي. لانك دابا انت ما كنسمعكش السي سعيد، دير ميوت. لا معك كان معايا اتصال مع الاخ حسن وعقيل الذي سيلتحق. هادشي علاش كنقول لك انا دابا المنتخبات، وهادشي اللي خص المنتخب الوطني المغربي ينتظر. وحنا تكلمنا في هادشي السي سعيد من نهار رجعنا من قطر وحنا كنتكلموا في هذه المساله هذه. اذا خاصنا نبريباريو ليها نفسيا بدنيا تقنيا فنيا تكتيكيا، حتى على المستوى ديال الجمهور. حتى الجمهور خصو يعرف راه المنتخبات ملي كتجي تلعب مع المغرب كتعطي الجهد ديالها وكتزيد عليه، لان التعادل اليوم مع المنتخب الوطني المغربي كيعتبر نتيجه ايجابيه لهذه المنتخبات يعني. وبدون ادنى شك نتيجه ايجابيه مع منتخب متصدر الترتيب الافريقي وكذلك العالمي، يعني فريق قوي وفريق يحسب له الف حساب. هذه المساله هذه ما يمكنش نحيدوها من الترتيبات ديالنا، واي فريق ولا اي منتخب باش يواجه المغرب راه خصو يستعد ليه استعداد كبير، وبطبيعه الحال تيبغيو يبينوا على القدره ديالهم وعلى الفنيات، وعلى كذلك المدربين تيغتنموا الفرصه بانهم تيواجهوا المدرب الذي يعتبر سابع مدرب للمنتخبات عالميا. يعني هذا ليس بالشيء السهل والهين. اذا الجمهور المغربي خصو يفهم ان راه كاين تحديات على المنتخب الوطني المغربي. سي عادل، الجمهور المغربي تبارك الله راه فاهم، الا بعض القله القليله من الجمهور المغربي ما شاء الله عليه متتبع لكره القدم. انا بغيت نشرح لك السي سعيد، انا عارف الجمهور المغربي فاهم، والجمهور المغربي ذواق، والجمهور المغربي كيعرف التدريب، والجمهور المغربي كيعرف الكره، والجمهور هادشي لا شك فيه السي سعيد. بغينا غير باش خاص الجمهور المغربي يعرف التحديات. كاينه تحديات اللي كيدوز منها المنتخب الوطني، كاين ضغوط عليه بلا جمهور، كاينه ضغوط. وهذه المساله راه مهمه خصنا نتكلموا فيها ان شاء الله. لان شفنا نعطيك غير مقارنه، شفنا المنتخب الجزائري كيفاش لعب المقابله ديال بوركينا فاسو، يعني 45 دقيقه هو راكن للوراء مع تيدور كره مع لي كونتراتاك، وكان ضرب الجزاء وما لقاش ضغوطات، ولقى الاعلام ولقى الجماهير. وهذا المنتخب المصري كذلك هو مثال مع الجنوب الافريقي، ربح ضربه جزاء و50 دقيقه هو لاعب دوزيام ميطلور، واليوم تعادل مع انغولا. اذا ما خصناش نبقاو نديروا داك الضغط السلبي، نخليو الضغط نديروه في الملعب، ما نديروش في وسائل التواصل الاجتماعي، ما نديروش في الصحافه، ما نديروش نديروه داخل التيران. هذا هو اللي بغيت نقول لك، نقطوا شويه من الضغط الخارجي شويه. هذا هو النقطه اللي بغيت نقولها. لا فهم الكلام ديالك السي عادل، غير بغينا باش نحاولوا نوضحوا اكثر للمتتبعين ديالنا. المساله الاخرى هو في النظر ديالك من خلال التشكيله اللي دخل بها اليوم السي وليد الركراكي، كانت بعض التغييرات وحتى الخطه تغييرات، وهذا هو ما تتشوفش بان ذاك الضغط والنتيجه تاع هدف اللي مثليه المباراه مع مالي خلات وليد الركراكي يقوم باعاده الاوراق ديالو والحسابات ديالو، وخرج لنا واحد التشكيل جديد. ربما هناك بعض المفاجآت اللي ما كانش يتوقعها العديد من المتتبعين. شفنا دخول الشيبي على واللي ما ذكروش بزاف تاع الناس وبزاف تاع المحللين وكان خارج التغطيه ديالهم. شفنا التركيبه كانت زعما متوازنه. كيف بان لك سي عادل هذا التشكيل هذا اللي دخل به السي وليد الركراكي؟ وشوف صراحه راه تعطلنا في هذا التشكيل هذا، تعطلنا فيه بزاف. ما كانش بالضروره حتى نوصلوا للمقابله الثالثه
عاد نشوفوا هذا التغيير هذا. الا بغينا نتكلموا غير على كاس افريقيا فاش يلاه بدينا، راه من المقابله الاولى بان لنا المنتخب الوطني ماشي هو هذاك المنتخب اللي كنا كنتوقعوا، ماشي هذاك هو المنتخب اللي بغينا حنا، ماشي هذاك هو المنتخب اللي يعني جا من قطر ولا. اذا كان المفروض، لان هذه المقابله اليوم مع زامبيا هي بحال المقابله ديال الصلح مع الجمهور. راه صدقني كل ما تغيرت التركيبه ديال اليوم وشنا، لان اصلا ما تغيراتش بزاف السي سعيد، باش غادي ندخلوا لها وغادي نفصلوا فيها حتى هي راه ما تغيراتش بزاف. ولكن اليوم السي وليد الركراكي بقى متاخر وتعطل حتى تفرضات عليه الظروف، فرضات عليه الوضعيه وفرضات عليه الواقعيه انه خصو يغير من النهج التكتيكي ديالو، خصو يغير من الخطه. والخطه هذا موضوع اخر، لان الخطه راه كتبدل 3-4 المرات في المقابله واحده على حساب الوقائع ديال المباراه، على حساب شنو الواقع في المباراه تقدر تبدل الخطه. راه كاين اللي كيبدا ب4-3-3 وكيجيب كيسجل هدف ولا جوج وكيولي قالبها 5-4-1 باش يحافظ على دوك الشيء غادي نتكلموا عليه. ولكن اليوم شفنا واحد الاشخاص او واحد اللاعبين اللي نادى عليهم السي وليد الركراكي وشفناهم في مقابلات حبيه، ولكن شفناهم اليوم في مقابلات رسميه. اذا اشنا هو الاهم من هذه المقابله؟ هذه المقابله كاين فيها جوج الحوايج اللي هما مهمين بزاف قبل ما ندخلوا للحيثيات. اهم حاجه هو الانتصار وحافظنا على المرتبه الاولى، وثاني حاجه اللي خص يعرفها المدرب اليوم هو التشكيله الرسميه والركائز اللي ما خصوش يبقى يبدلهم، اللي ما خصهمش يبقاو يتبدلوا الا لا قدر الله كانت بعض الاعطاب او لا كانت غيابات اللي هي مضطره. اذا هذه المقابله انا كمدرب خاص على الاقل تكون عندي 9 رسميين، 9 اللي غنبقى غادي نسير بهم من غير التشكيله، من غير الخطه، من غير النهج التكتيكي. من اذا اليوم الدخول ديال الشيبي صراحه الشيبي دار مقابله كبيره، نكونوا واقعيين، لا على مستوى الدفاع ولا على مستوى الهجوم، ولا راح تيجيو منه بزاف ديال لي سونطراج وساند الهجوم وساند الدفاع. مزراوي كان في احسن الحله ديالو في المكان ديالو اللي هو الاريار غوش. شفنا واحد التفاهم كبير ما بين الناس، ما بين سميت لحظه اكرد ماسينا دار مقابله كبيره، رغم ان هذه المقابله ماشي سهله باش ماسينا يقوم بواحد العمل كبير، لان مقابله فيها الضغط، مقابله مصيريه، مقابله عليها القيل والقال، مقابله عليها الاعين عليها. ولكن كاين واحد التفاهم هو اكرد. الا لاحظتوا اليوم العناوي اليوم كان من احسن اللاعبين في السيديان اللي هو ميليو ديفونسيف، وهذا تكلمنا عليه، لا في الطريقه ديال خروج الكره، ولا في الطريقه ديال الاقتطاع ديال الكره، ولا في الطريقه ديال الاسترجاع، ولا في طريقه البناء. هذا هو رقم 6 اللي كنسميوه حنا السي دي ام، سنتر ميد ديفنسيف، سنتر سي دي ام، سنتر ديفنسيف ميد. هذا شفنا في المكانه ديالو. الا دزنا وخدينا اناحي اليوم استفدنا منه اكثر من اي مره. علاش؟ وهذه القضيه تطرقت لها السي سعيد انا وياك من قبل، قلنا اناحي خص يبقى ان جوور ليبر، ان جوور اللي صانع الالعاب، على اليمين على الشمال، كيستقبل الكره، كيحاول يسترجع الكره. هذه هي القوه ديال اناحي، عنده القوه في ذاك السبليت باسز اللي كنسميوهم حنا، دوك لي باس اللي كيكونوا ما بين جوج ديال اللعابه كنسميوهم حنا سبليت، كيدوز. عنده التمريرات القصيره، عنده لي كومبينيزون، عنده الكونيكسيون، عنده داك التريونغل اللي تيعرف ليه مزيان. بالاضافه السي سعيد الا لاحظتي هذه 3 ايام ولا 4 ايام وحنا كنهضروا في التحليل، راه قلنا الا ما عندناش اجنحه صريحه، وانا كنعاودها وكناكدها ويرجعوا يتفرجوا في هذاك الشيء اللي هضرنا فيه من قبل، الا ما عندكش اجنحه صريحه راه ما يمكنش ليك انك
تسجل اهداف الى مسدود العمق، خاصه ملي كتلعب مع فرق اللي هي كتلعب 5-4-1 او كتلعب لك ب4-4-2 وكتسد عليك المنافذ. الى لاحظتي اليوم الزلزولي خاصو يكون رسمي، كان جناح صريح. دياز اليوم استفدنا منه على جوج الحوايج، كان جناح صريح وكان ميليو تيران وكان كيكسر لي لين ديفونسيف. الى لاحظتي كيدخل من العمق اليوم. علاش؟ لان الفريق الزامبي تحل على الاجنحه، تحل. الكعبي قلنا الكعبي سي ان جوور اللي خصك تعطيه الكواري، لانه راس حربه صريح، خاصك دير له سونطراج تعطيه. واش الناس سجل جوج الاهداف. للاسف الشديد لاعب واحد اللي ما توفقش وخلع في المكان ديالو هو السيباري. نكونوا واقعيين، لان تقريبا لمده 25 دقيقه ما شفنا منه والو. دار واحد المجهود ولكن ما كانش في المستوى اللي كنا تنعرفوا عليه السيباري. دار مجهود. سي سعيد، يجب اعاده النظر في هذا اللاعب. انا ماشي ضد السيباري، انا من بيك الفان ديال السي عادل. دابا اللاعبين بعض المرات دابا هو جوج الماتشات الاولين ما تلعبش في البوست ديالو، وكيف قال السي وليد تيلعب فوق إلي. وهذه المصطلح هذه تقريبا اول مره تسمعوا. فوق إلي تنعرفوا انايا المهاجم وهمي، ولينا تنشوفوا جناح وهمي. المساله تاع السيباري هو كل هذاك الضغط اللي كان عليه واحد الضغوطات كبيره بانه ما قامش بالواجب ديالو لا في المباراه الاولى لا المباراه الثانيه، لانه كان بعيد على الموقع وعلى اللي تيتقن بزاف. النقطه اليوم شفناه بانه تيتحرك وخلى بعض الفراغات، وكان تبادل ادوار بينه وبين أناحي، وكذلك بينه وبين بين دياز، بين ابراهيم دياز. يعني كان تنشوفوا بعض المحاولات، التقييم ديالو ما كانش في المستوى الكبير. وهذا باين بانه السيد باقي مضغوط، باقي ما عطاش ما لقاش راسو، وداك الشيء اللي تنشوفوه ما اداش واحد الاداء اللي يليق بقيمته وبمهاراته. الا سمحتي لي سي سعيد، واحد الملاحظه على هذه المساله اللي قلتي. هذا راه امر خطير جدا. علاش؟ خليني نقول لك علاش. لاعب ما لعبش جوج الماتشات في البلاصه ديالو، وكل شيء عيب عليه وكل شيء قال لك ما عطاش، وقلنا المبرر هو انه ما لعبش في المكان ديالو. اذا اليوم تنحطوه في المكان ديالو، يعني خصو يبرهن فعلا بانه في المكان ديالو راه تيعطي. اليوم ما بينش السي سعيد انه في المكان ديالو. عامل الضغط هو راه تياثر على اللاعب. انا شنو كان لاعب هو اليوم؟ هو كان لاعب 8 اليوم. هو كان لاعب اش كان لاعب؟ كان لاعب في الادروات في الميليون. يعني كان لاعب انتر دغوا وانتر دغوا مع من خصو يلعب بزاف. خصو يلعب مع لارير دروا ملي كيطلع، ويلعب مع من؟ يلعب مع ليلي دروا. وشكون هو ليلي دروا اللي كان اليوم؟ راه كان هو دياز. اذا اليوم دياز راه لعب الدور ديال لانتر دروا وديال ليلي دروا. كانوا تيتبادلوا ادوار، ولكن هو ما كانش في الثلاثيات اللي كان فيها. شوف الثلاثيات اللي كان خصو يكون فيها هو ودياز والشيبي وأناحي، هو كان غايب في الثلاثيات. عاود شوف الماتش، كان غايب في الثلاثيات هذه، كان غايب فيهم. فهمتي؟ حنا غير تنديروا التقييم ديال المكان ديالو، الا كان لاعب عاوتاني شي افاسونطر وهمي الله اعلم. اما بالنسبه لي انا انتر دروا وسميتو خصك دائما. يعني الناس بزاف دابا تتشوف بان الضغط. السي حسن ابو عقيل كان التحق بنا وغادر، ما عرفتش، ربما يقاد الامور تاعو يلتحق. مرحبا بالسي حسن. هنا قال لك اظن ان ضغط الجمهور كان هو هذا التعليق باش نتفاعلوا كذلك مع الاخوان، وتحيه اليهم جميعا، لا السي عاطف وليم ولا السي خالد الحساوه ولا مرحبا السي عبد العزيز. قال لك ضغط الجمهور هو اللي فرض على وليد باش هاد التشكيله هذه. كيف تنشوفوا هاد الضغط هذا اللي الناس ولا والد عنده واحد العقليه ما تيكتبش على الاوراق ديالو، تيمشي بالتدرج ماتش بماتش، تيحاول يجرب، عارف بانه غادي تكاليفه للدور الموالي، ما بغاش يبين على الاوراق ديالو. واش هذيك النتيجه تاع التعادل والطريقه كيفاش لعبنا هي اللي فرضات عليه،
وخلات الجمهور كذلك يكون ويدير واحد الضغط اخر على وليد الركراكي باش يغير ويعطينا التشكيله هذه اللي حتى هي مفاجئه للعديدين. شوف، الضغط هو اللي فرض على السيد المدرب الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي، وخاصه وسائل التواصل الاعلامي هما اللي فرضوا على السيد المدرب انه يدخل بتشكيله اللي هي مناسبه لهذه المقابله هذه. انا دائما كنقول ان التشكيله راه ماشي دائما كتكون رسميه، الا الركائز. خصنا نعرفوا هذه القضيه. الركائز اللي كيكونوا عندك اللي دائما في الطاب ديالهم تيكونوا فيزيكمون مورالمون تكنيكمون مهيئين وعارفين وكيعرفوا يسيروا المقابله، هادو كتعول عليهم. وماشي دائما كتلعب بنفس العناصر، دائما خصو يكون عندك 8 ولا 9 وكتبقاو لك 2 ولا 3 اللي كدير بهم تغييرات على حساب الظرفيه، الا لو وقع لك شي طريق. اليوم غادي نرجعوا للطريقه علاش السيد المدرب انه بدل، لانه الجمهور فرض عليه انه يبدل من التكتيك ديالو. والدليل على هذا انه لعب 18 مقابله بنفس النهج، بنفس الخطه، تقريبا بنفس العناصر. اذا هو كان متشبث. وزياده باش ناكد لك السي سعيد، في الندوه الصحفيه من مورا المقابله ديال مالي قال لك انا هاد العناصر تايق فيهم واثق فيهم، انا هاد التشكيله واثق فيها. لولا ضغط الجمهور كنا غادي نشوفوا نفس العناصر اللي لعبات مع مالي ونفس العناصر اللي لعبات مع زوجور كولو. انا هذا هو الراي ديالي الشخصي، واحترم جميع هذه ماشي اول مره السي عادل بان وليد الركراكي عنده هذه الطريقه في التعامل وفي التصرف كذلك، حتى مع نادي الوداد الرياضي، حتى مع الفتح. يعني في العديد من المناسبات عنده واحد الفكر، وهذا فكر خاص به هو ومريحه وناجح فيه، بانه ما تيبينش الاوراق كامل ديالو، وعنده هذيك الترسانه تاع اللاعبين اللي تعتمد عليها. هو غير الاختيار عندما يتكلم بانه تيتيق على السكواد ديالو او على التشكيله ديالو، راه تيتكلم على هادو كاملين اللي جاب. يعني اي واحد يقدر يقوم بالواجب باش يدخل رقعه الملعب. راه هذيك هي المساله تاع الثقه. يعني ماشي بالضروره هذيك الخطه باش تلعب لا من المباراه الاولى ولا من المباراه الثانيه ما كانش في المستوى ولا المستوى المطلوب. شفنا التغيير كان ضروري خاصو يقوم به، واخا يكون مدرب مبتدئ باش يشوف بان الاولى ما عطاتكش الثانيه رغم انك كسبتي، خاصك تشوف وتغير من النهج التكتيكي ديالك. وهادشي اللي كان متوقع. هذا ما تعنيش بان الضغط الجماهيري ما كانش عندهم النفع وما كانش مهم، غير هذه مساله تاع الضغط الجماهيري باش الناس تفهمنا مزيان وما نكونوش متحاملين كثار بواحد الطريقه. هناك الضغط الجماهيري، هناك اصناف من الجماهير وخصوصا المتتبعين للشأن الكروي. كاين واحد النوع من الجمهور المغربي اقولها بصراحه بانها ما تتبغيش وليد الركراكي ينجح. هل عندها مشكل هو وليد الركراكي. نقدم بعد التحيه للاخ حسن ابو عاقل. سي حسن، شققتي في الدار دابا نزلتي وياك ربما مشغول ولا شي حاجه؟ لا، كاينه واحد العاصفه هذا وما قدرتش نكمل تما. انا راه على برا، راك شتيني على برا. مرحبا سي حسن. دابا السياره. السلام عليكم سي سعيد، السي عادل، الاساتذه الافاضل الكرام، ومرحبا بضيوفكم الكرام كذلك. واسمحوا لي على هذه الارتجاليه. مرحبا سي حسن واهلا. نتمنى ان شاء الله امورك تكون بخير وعلى خير. غير المساله، حنا دابا كيف تعرفوا الحلقه اللي تكون مباشره بعد المباريات تنقوموا تركزوا على المساله كثيرا، على المساله التقنيه وبتواجد مع المحلل الرياضي ديالنا السي عادل وليد. المهم باش نكمل هذه المساله ديال تاع الجماهير. كاين بعض الجمهور وهذا الناس اللي متبعين المنتخب الوطني غادي يعرفوا علاش نتكلم. كاينين واحد الفئه منذ تعيين وليد الركراكي وهم يهاجمونه صباح مساء، وقال لك وشككوا في قدرته وفي حنكته وفي شواهده وفي انجازاته، وقال لك ما غادي يدير والو مع المنتخب. وقام الوليد الركراكي
بالكلمه تاعو الشهيره ديروا النيه، اضرب في بوطو وترجع، ومشى بهذيك النيه بهذاك التعامل، مشى المونديال قطر وحقق ما حققه، وكان الانجاز، وخرج الى الشارع العام صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، خرج بمعيه الاسره الملكيه. هذه المساله هذه خصنا نوضحوها، وبقاو هذيك الفئه تاع الناس الى حدود الساعه لا يحبون وليد الركراكي. باش نكونوا واقعيين، ما نكذبوش على ريوسنا، من خلال التعاليق ديالهم، من خلال كل حاجه دارها وليد الركراكي ما تتطرقش لهم. سعيد هذه مساله عاديه في لا انا نكمل لك، انا دابا ماشي بالضروره لك انت الكلام موجه للسي عادل، موجه. حنا في هذا البرنامج تنبغيو نحطوا الصوره كامله. لا ولكن انا كنهضر معك من وجهه النظر ديال ما تهضرش على انا، الرد ماشي عليك. لا عرفت راه ماشي عليا، غير بغيت نطعم لك الكلام ديالك بانه التدريب في العالم كل المدربين تيتعرضوا لهذا الشيء في الدول كلها. راه لويس انريكي كيتعرض لهذا الشيء، راه ديال البرتغال حتى هو تعرض لهذا الشيء، راه بزاف المدربين كيتعرضوا لهذه المسائل هذه. اذا انت خصك تركز على العمل ديالك، وراه هذاك الشيء اللي يدير وليد الركراكي. وليد الركراكي حتى انا باش نعطيو ترجعوا شويه للتاريخ، حتى باش كان في مع الوداد الرياضي، راه كانوا شي وحدين شي افكار وشي صحفيين كانوا يترقبون تنقولوا تنتسناوه بالمصطلح ديالنا، تتسناوه مورا الدوره. وهذه المساله عرفناهم معروفين، لا من الجسم الصحفي لا حتى من بعض الجماهير المحسوبه على بعض الانديه ولا العديدين. هذه النقطه خصنا ولا نبدا نوضحوها ونحطوها في اطار ديالها. الا سمحتي لي سي سعيد، واخا سي حسن تفضل. الا سمحتي لي سي سعيد، جزاك الله خيرا على هذا الموضوع. غير هو خصنا اولا نفرقوا واحد المساله عاديه الا كنا نؤمن بالراي والراي الاخر. شوف، كاين هناك نقد وهناك اللي كيف ما قلتي كيتسناوك في الدوره. هادوك راه فرق كبير بان واحد الناس كينتقدوا وبان واحد الناس عندهم راي خاص في الركراكي، والناس اللي كيكونوا محللين. راه فرق بين الناقد والمحلل، راه فرق شاسع كذلك. ودوك اللي كينيشوا بواحد القرطاسه اللي هي دائما كتكون ضد كتدخل في اطار العداء والى اخره. هذوك راه يعني هاد التالوت هذا اللي كاين راه ما يمكنش لينا نصدوا الباب عليه. الركراكي ماشي كامل، بحالو بحال اي مدرب، ولكن الانسان بالنسبه للركراكي، انا شخصيا اللاعب اللي دار المنتخب اليوم فات الركراكي، راه ماشي قضيه الركراكي، حتى في التغيير ديال الدراري وجاب كذا الى اخر، وجاب الدراري. انا غادي نرجع باش ناخذ الراي ديالك كيف شفتي انت المباراه تاع اليوم. انا كان هذه الكلمه هذه كان ضروري خصني نفسرها ونحطها في الاطار ديالها، على باش الناس ما تعرفش بان الضغط الجماهيري هناك ضغط وضغط. هاد النوعيه تاع الناس خصنا نحطوهم. راه وليد الركراكي قال 5% اللي تتنتقد، اما هي التجزئه حنايا اللي بغيت نوضح للعموم هو كاين هاد الفئه مترصده لوليد الركراكي، وما يمكنش لنا نحيدوها. مغاربه من حقهم يدبروا ريوسهم هما افكارهم طريقتهم في التفكير، لان كل واحد ما تنحكموش على النوايا الداخليه وما تنحكموش على قلب كل واحد. هذه وحده. كاين هذا الجمهور نحطوه على الجانب، كاين واحد نوعيه من الجمهور هي اللي شفناها في هذا المونديال، الافريقي شفناها تفاعلت مع وليد الركراكي بحب، تنتقده بحب وبموضوعيه، لانها شافت بالعين التقني، بالعين الواضحه المجرده، شافت بان هناك اختلالات. كيف تكلم عليها السي عادل وليم، كيف تكلمت عليها، كيف تكلموا عليها الاخوان المتدخلين في الحلقات الماضيه، تيشوفوا بان وليد الركراكي ما كانش خاصو يقوم بتلك هاد الناس هادو الراي ديالهم والانتقاد ديالهم يمكن تقبله بصدر رحب. يعني الفئه الاولى خاصها تبقى الى الجانب ولا تقحم انفسها او نفسها في هذا المضمار تاع المنتقدين الانتقاد الايجابي. هذه هي النقطه اللي بغيت نوضح. بالنسبه للانتقاد، اذا كان بالله عليك كيف تنتظر من بعض الصحفيين والاعلاميين يترصدون اللاعبين كذلك، وتيجي وتيقولها راه عندي واحد الفيديو راه شرته
ودرت ليه نشرته، بانه تيقول وحنايا حنا عينا اكثر منك على الزلزولي. عن اي موضوع يتكلم هذا الصحفي الذي يترصد وربما يطلب ان مداخله مع عند هذاك اللاعب وتيشوفوا تيهزوا بهذه الطريقه هذه قبيل مباراه اليوم؟ يعني راه كاين شي امور التي تيديروها بعض الناس لا تستقيم. هذا هو اللي بغيت نقول بعجاله وباختصار، لان مازال الحديث غادي نتكلموا فيه وغادي نفسروا لهاد الناس هادو كذلك اللي تيحاولوا يدمروا وتيقسموا الناجحين وتيهدموهم. ما بغيناهمش نقول لهم الله يرضي عليكم، ديروا اعاده النظر فيما تقولون وفيما تفعلون. سي عادل. شو سي سعيد، انا كان فهمتك شنو بغيتي تقول وشنو بغيتي تقصد وفهمت الرساله. غير هو خصنا نفهموا بعض الحوايج. راه كاين فرق ما بين المهنيه والاحترافيه، وكاين ما بين العاطفه، وكاين ما بين العشوائيه، وكاين ما بين الشوشره، وكاين بزاف كاين بزاف الحوايج. راه ما كنتعاملوش حنا مع فئه وحده سي سعيد، كنتعامل مع مجموعه ديال الفئه وكل وحده عندها خلفيات ديالها وكل وحده عندها المصالح ديالها. الا غادي نتكلم على واحد النقد البناء، النقد البناء المدرب براسو خصو يقبلو. وكنا تكلمنا سي سعيد في الحلقه اللي فاتت على واحد المساله اللي هي مهمه اللي قلنا هي السيلف ريفلكشن، وهذه من بين الامور اللي ولات كتقرب في التدريب. شنو هو السيلف ريفلكشن؟ انت تتريفلكت على راسك بعدا بوحدك، انت تتشوف وجهك في المرايه وكتقول اش كان خصني ندير اليوم مزيان، اشنو اللي ما درتش مزيان، كيفاش كان خصني نلعب المقابله، واش خصني نبدل. هذا كديرو على راسك انت بعدا، هو الاول على راسك. هذا كديرو على اللعابه ديالك. هذا ما تنساش كاينين ناس اخرين كيديروه عليك، اللي هي الصحافه والاعلام وهذا وما جاوره. اذا اليوم حنا في واحد التظاهره اللي خصنا نركزوا عليها، في واحد التظاهره اللي هي كبيره، واحد التظاهره اللي الحلم ديال الشعب المغربي اللي كيعشق كره القدم. 50 سنه هذه باش خرجت علينا واحد الكاس. اليوم وقعوا اخطاء، وقعوا بزاف الحوايج اللي هما ما متفقش معاهم الجمهور، ولكن المقابله ديال اليوم راه دخلنا داك الشيء اللي عندنا غير باش نتكلموا اليوم. فعلا داك الشيء اللي عندنا راه حنا دخلناه اليوم. يعني الجمهور دابا ما بقى عنده ما يقول. كانوا كيتكلموا، نذكروا اللاعبين بالاسماء ديالهم، كانوا كيتكلموا على اخو ماشرا دخل اليوم لعب 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، و20 دقيقه ولا 25 دقيقه راه كافيه تبين لك اللعاب واش واجد ولا ما واجدش. فهمتيني؟ بالصغير راه هو دخل اليوم حتى هو، الشيبي دخل، ماسينا دخل، هادو اللي كنا حنا ما شفناهمش. هذاك الولد الاخراني طالبي حتى هو راه دخل ولعب تقريبا هو واحد 10 دقائق. اذا اليوم الجمهور المغربي شاف التركيبه اللي عيط عليها الركراكي كامله، شافها. اش خصنا نديروا دابا؟ النتيجه حصلنا عليها 3 ديال النقاط. شلنا الاداء وشلنا واحد التغيير ربما اللي ما رديتوش ليه البال او ما ردوش ليه الناس البال. فهمتيني؟ واحد التغيير، اليوم وقع واحد التغيير مهم في الناحيه التكتيكيه، مهم بزاف. هو انه ولينا كنلعبوا على الكواري الطوال، الكرات مورا الظهر. راه شفناهم اليوم، راه ما كانوش هادو من قبل. شفنا اليوم انه كاين الكروس، اش كنسميوه حنايا الكروس ديال الكره. عاوني بالعربيه اش كنقول؟ تمرير كنقولوا حنا بالدارجه كيخرج الكره السونطراج، لي سونطراج. راه تمرير. شفنا لي سونطراج. شفنا واحد الحاجه اخرى مهمه، شفنا اليوم لعبنا على الجناح الايسر. وإلا عقلتي يا سي سعيد وتكلمنا بزاف، كنا كنلعبوا غير على لا دروات. لعبنا اليوم على الجناح الايسر وتقريبا راه جا هدف، وكانوا غيجيو بزاف الاهداف من عند الزلزولي. حاجه اخرى اللي شفناها اليوم في التكتيك هو شفنا كاين واحد لا سيركولاسيون دي جو، كاين لو شونجمون دي جو من اليمين لليسار، من هنا لهنا. ماشي بحال من قبل. كنا شنو كنديروا؟ كنلعبوا الكره اللور، كنبغيو ندخلوا من العمق صحه، كنبغيو ندخلوا صحه اللي كنبغيو ندخلوا منه. اذا اليوم كاين واحد شونجمون، لي شونجمون غاديكال على مستوى التكتيك، على مستوى سميتو مستوى ديال التشكيله، على مستوى ديال الخطه. اذا خاصنا نركزوا على
مقابله بمقابله، والمقابلات اللي جايين غيكونوا صعب من هذه المقابلات اللي كاينين. اذا حنا كمتتبعين او كمحللين ما علينا الا نشجعوا على حسب النتيجه اللي حصلنا عليها، ونتمنوا الخير ونزيدوا لقدام، وما يمكنش نبقاو مقابلين هذيك الفئه اللي هي سلبيه. الانسان السلبي، شوف خذ من هذه المساله حسب التجربه ديالي انا والله اعلم الاخوان، الانسان السلبي هو انسان كيبقى سلبي الحياه ديالو كامله. صعيب انك ترجعو ايجابي، صعيب صعيب صعيب. راه في العقد ديال الدار ديالك وتيخرج لك واحد اللي هو نيجاتيف، كلشي عنده كحل، صعيب انت باش تبقى تصبغ عليه بالبيض وتبقى توريه كلشي بيض. مشكلات. اذا ما بالك كتهضر على 40 مليون نسمه، بما فيها الجاليه في الخارج، بما فيها الاعلاميين ديال العالم، بما فيها بزاف د الحوايج. اذا خصنا حتى حنا شوف، خصنا نكونوا مهنيين حرفيين، نمشيو مع مقابله بمقابله ونديروا. اعطيك الامثله. حسام حسن يتعرض يوميا لانتقادات. شوف الاعلام المصري خاصه المقابله الاولى والمقابله الثانيه، ولكن ملي كتسمع القنوات المصريه وكتسمع المعلقين المصريين كيهضروا كلشي بوزيتيف، واللعاب ما كيدير والو، تيقول لك هذا نجم، وما دار والو، اللعاب دار كره وحده قال لك هذا النجم ديال العالم. وهضر مع دابا انت، وهذه الملاحظه جد مهمه. هضر مع دابا انت، اللعاب ما دار والو، كيبقى شاد واحد الكورنير حتى كتجي كره ولا كيجي بيلانتي كيماركي وتيقول لك هذا اسطوره من اساطير العالم. ايوا دوي معنا انت. وحنا اللعابه راه دايرين داكشي اللي بجهدهم. خاصنا حنا نبدلوا العقليه ديالنا ونبداو ناخذوا الامور ناخذوها مهنيه وما نحلوهاش من زاويه واحده. ما نحلوش من زاويه واحده، راه كاين بزاف ديال الزوايا اللي خصنا نشوفوا منهم السي سعيد. راه دابا غير الانسان في الحياه العاديه ديالو الا بقى كيشوف من جهه واحده ما يمكنش ليه يسير الحياه. خاصك تشوف بزاف ديال الزوايا، تقلب على الضوء فين كاين باش تتبع الضوء. هذه اللي كان المساله ديال الجمهور. جيد الاخ عادل. احنا باش تكلمنا على الجمهور وعطينا تصنيف باش نحطوا الصوره كما هي بدون تزييف وبدون مزايدات. المساله اخرى وعطيتها وتشكرك عليها، وهي كنت من الاشياء اللي بغيت نتكلم عليها، هي كيف تعاملت لا مع طرابلس لا مع شكون هو المدرب طرابلس تاع تونس لا تاع حتى حسام حسن. شفنا كانوا بغاو يغيروا شحال المطالب ديال الجمهور المصري، بغاو يغيروا حسام حسن مصالح لينا، وشفنا الاستديوهات الزمالك الاهليه الاخرين كل شيء المضاربه نايضه. ولكن بعد وضعه للتشكيله وبعد خوضه للمباراه الاولى للمنتخب ما بقيناش نسمعوا هذاك الهدايا، ما بقيناش نشوفوا داك الانتقادات او اي شيء يضر بالمنتخب ويسيء اليه ويهز من معنوياته. سعيد نزيدك حاجه اخرى في هذه المساله هذه على ذكر المنتخب المصري، ومشات الى ما ابعد من ذلك. عرفتي شنو هي؟ هو الاعلام المصري ولا كيحاول ياثر على الجمهور المغربي انه يدخل يساند المنتخب المصري في المغرب. واش الاعلام فين مشى؟ راه ما خصناش نبقاو نقراو غير هادشي ولا تيطلبوا من الجمهور المغربي انه يدخل يساندهم. شوف اذا حنا علاش ما تنمشيوش حتى حنا بهذه المسائل هذه؟ علاش ما تمشيوش بهذه المساله؟ حنا خصنا نساندوا المنتخب الوطني ونمشيو معاه بمقابله. نقولوا نساندوا المنتخب الوطني، هي نساندوا المنتخب الوطني ككل بناخبه وبلاعبيه. هذه المساله هذه الناس راه باقا تتفرق اصاحبي. راه شفنا، انا شفت بعض الصحفيين سامحهم هما كيفاش تهجموا على اللاعبين. راه ما يمكنش نكونوا حنا تنتعاملوا وهادو صحفيين. اما الجمهور العادي اي حاجه دارها مقبوله على الراس والعين. حنا كيف تنقولوا رغم ان بعض التجاوزات غير ما يمكنش. شوف ولكن باش تهجم لي على المدرب وعلى حتى المساعدين ما خلاو فيهم غير منساو حشومه. هادشي سي سعيد ترتقي تيسبوا اللاعبين، تيسبوهم، وصل لهم العائلات ديالهم، وهما في باقيين حنايا باقي في النزاع في المنافسه.
هذا الشيء راه هو اللي خاصنا نوضحوه للناس فهموه. حنا عندما نتكلم بهذه الحلقه خاصنا نوضحوها لخوتي وخواتاتنا المغاربه والمغربيات. هذا المنتخب ديالنا وفي بلادنا، وحنايا مستضيفين، حنا محتضنين افريقيا بمنتخباتها، افريقيا كامله اللي مشارك واللي ما مشاركش، وحتى العالم كامل موجه الانظار ديالنا، وعارفين بان حنا المغرب كنا حنا الحمد لله فاتحين ومادين يدينا. خاص الناس وخاص المواطنين والصحافه وكل شيء نجندوا من اجل انجاح هذه النسخه هذه، من اجل هذه الدوره هذه جد مهمه على جميع المستويات. خاص الناس توعى بهذه المساله، اما باش نبقى نتهجم على اللاعبين ونقول لي هذا جاي من خريبكا ولا من تادله ولا من شي كلام اخر حشومه. هادشي ما بقاش. دابا شوف، دابا الا سمحتي لي في عجاله، وهذه المساله تنعيشوها يوميا ماشي غير في كره القدم. نحن في واحد الزمان، واحد الايرا اللي كيغلب عليها التواصل الاجتماعي، والتواصل الاجتماعي ولا خداوه الناس كمهنه اللي هي مهنه سهله، انه ياخذ واحد الخط تحريري ويقلب على البوز ويقلب، وما بقاش كيهمو انه فين كيضرب، ولا ما كتهموش كاع القضايا الوطنيه، ولا ما كيهموش كاع المنتخب، ولا الانسان تيقلب غير على الربح ديال المال. كيجي واحد تيقول واحد الجمله مثلا لواحد اللاعب كتوصل ل 100,000 200,000 300,000 400,000، وكتجي كاع هذاك الشخص كتلقاه هو راه وطني، هو دارها اكسبري باش يدخل الفلوس. اذا حنا اليوم خاصنا نعرفوا مع من نتعاملوا. حنا في واحد الزمان راه كنشوفوا التفاهه هي اللي غالبه على كل شيء. دابا راه موضوع غادي دير موضوع السي سعيد، غدير واحد الخط تحريري ديالك انت مبني على الواقعيه وعلى الموضوعيه وعلى داك الشيء اللي كتعيشوا، راه ما غيتفرج فيك حتى شي واحد. ولكن الا درتي دابا انت دابا في هذا البرنامج غادي نمشي نجيب انا مقله ونديرها فوق راسي وندير منها جوج بيضات ونلصقها، غدا غادي تصبح 100,000 باش نكون انا ضحكه، غتكون 100,000 500,000 يقول لك ها هو مسطي، ها هو دار هذا. هادشي علاش كتقلب الناس. اذا خصنا نتعاملوا مع هذه المسائل، ماشي اي حاجه قالها واحد غنمشيو معاه، ماشي اي حاجه قالها واحد راه صحيحه. كاين الفابريكاسيون ديال الفيديوهات، كاين الاي اي، كاين بزاف الحوايج. خلينا حنا نبقاو مركزين ونخاطبوا الطبقه اللي هي باغا المصلحه ديال المنتخب الوطني برمته، والطبقه فعلا اللي باغا تربح كاس افريقيا راه اكثر بكثير من هاد الطبقه اللي هي كتقلب غير على البوز وعلى التفاهه. وحدوا اللاعبين مركزين مزيان. غير السي عادل عتاني باش نوضحوا في هذه المساله تاع الجمهور، بغينا باش نتكلم عليها باستفاضه باش نوضع عليها حد، ما نبقاش نكرروها كل مره. المساله هي تاع الجماهير. كاين الجماهير، وانا ذكرت قبيله الجماهير تاع الفرق ولا تاع الانديه. الناس تعرف بان وليد الكراكي مادام درب الوداد صافي، راه الجمهور الودادي مرتبط ارتباطا وطيدا بالركراكي كانه باقي ولا جزء لا يتجزا من الوداد. اعتقد ما خصناش ندخلوا كاع لهذا الموضوع. لا انا بغيت نحيوه كاع نهائيا، لان الركراكي الحالي السي عادي الوطني ماشي مدرب الوداد. عادي خليني نكمل. تفضل السي، تفضل. سلسله الافكار ديالي الا شديتيها وقطعتيها من الوسط غادي اعتذر تفضل. المساله ديال وليد الكراكي درب الوداد كيف درب الفتح، دربهم قام بهم بالواجب، ادى المهام ديالو، انتهت بما لها وما عليها وانتهى الامر. بقات هذاك النوع من المحبه كانه مدرب واعطى ووضع بصمته في نادي الوداد وكذلك في نادي الفتح. انتهى الامر، سالينا. ما غاديش نبقاو حنا مرتبطين به على طول الابد ونبقاو دائما مدعمين له على انه ودادي فقط او درب الوداد. المساله هاد الناس كانوا تفكروا تفكير راه ناقصين. هذه وحده. رقم جوج، بان الجمهور اللي تاع مثلا تاع الرجاء الرياضي اللي كان دائما تيبين بعض الجماهير ماشي كلهم الناس اللي عندهم هذاك التعصب الكروي العقيم كيف تنقولها مرارا، بانهم تيصحابوا بان صابر درب الوداد راه انه خصم لهم الى الابد. الله يجازيكم بخير. لنرتقي شيئا ما. وليد الركراكي الان ناخب وطني تيمثل الرايه المغربيه، تيمثل الدرابو ديالنا، تيمثل الدرابو المغرب. ما تيمثل حتى شي درابو اخر تاع سنغافوره ولا موزمبيق ولا اي، تيمثل درابو المغرب. لكن فعلا
تتشجع المغرب وتتموت على المغرب، ما تبقاش دير تفريقه بين الناخبين وبين اللي كاينين دابا وبين اللاعبين. ارتقي شويه، الله يجازيكم بخير. وهذه رساله الى كل من سيشاهدني اليوم او غدا او بعد غد، ارتقيوا، خليونا من السيناريو تاع الركراكي وما له وما عليه، لا مع الوداد ولا مع الرجاء. احنا الان مع وليد الركراكي كناخب وطني نبقاو دائما وراءه وندعموه وندعموا جميع التركيبه ديالو ونحاولوا. السي سعيد الا سمحتوا لي السي عادل، انا راه غادي تجيني النعاس في عجاله نخلي نكمل واحد نقطه. يلا السي عادل باش نعطيو الكلمه السي حسن تا هو دابا. حنا دابا تنتكلموا على واحد الموضوع ديال النقد البناء او الغير البناء او التشويش على المدرب. والركراكي راه ماشي هو اول واحد اللي داز من الفريق وشد المنتخب وتعرض لهذا الشيء. راه كان السي محمد فاخر داز من هذا الشيء، سي رشيد طوسي داز من هذا الشيء، سي بدو الزكي داز من هذا الشيء كاع اللي مشى للفينال في 2004. الاخوان هذا الشيء راه ماشي جديد اللي غنتكلموا فيه اليوم، نجيو نقولوا لواحد الجمهور ان هذا المدرب راه ماشي ديالك. هذه مساله معروفه، الناخب وطني ناخب وطني، وماشي هو اول مدرب اللي داز من الوداد او لا هو اللي صنع الوداد، ولا بالعكس الوداد اللي صنعت ليه تاريخ. بالنسبه للنظر ديالي انا اليوم اللي خصنا نركزوا عليه هو اننا خصنا نركزوا على ان المنتخب الوطني بجميع المكونات ديالو كامله، ماشي غير المدرب بوحده. هذا هو اللي غادي نتكلموا عليه. هذه المسائل راه ماشي جديده. وتفضل انت حسن. لك الكلمه. الا سمحتوا لي ربما غادي نختلف معكم شيئا ما قضيه ديال الناخب الوطني. شوف، الناخب الوطني اولا لا يمثل الرايه المغربيه، هو كمسؤول كمدرب كناخب مغربي ما كيمثلش الرايه المغربيه، كيمثل منتخب، هو مدرب للمنتخب الوطني. الرايه المغربيه راه كيمثلها الجمهور وكيمثلها هو وكيمثلها المنتخب وكيمثلها الشعب المغربي كامل، لان يعني ما يمكنش يعني لا، ولكن هو كفرد انه يمثل، يعني هو عنده مسؤوليه. اسمح لي يا سي سعيد عافاك نكمل. ما يمكنش. هو قلت ما هو ما كاينش هو. لا ما يمكنش يكون هو تمثلو بوحده انه يمثل الرايه المغربيه. هو منظومه، حنا نتكلم على منظومه. لا حيت جا في الحيثيات ديالك انه يمثل الرايه المغربيه وبينتي لنا الرايه المغربيه. هذه الرايه هذه تمثلها هو كناخب وطني. نعاود الكلام ديالي لما لا حيت ربما ملي كنقولوا بهذه اللغه اللي جات فيها ايحاءات، يعني شوف الناس اخرين غادي يفكروا بانه هو راه كيمثل الرايه المغربيه اكثر من الناس اخرين. لا هذه فيها المزايدات. اذا خليه واحد مقبوله على الرايه الوطنيه. شوف اي باش واحد يزايد على الرايه الوطنيه فهو كلامه مرفوض. لا مزايدات. لا اسمح لي سي حسن، لا مزايده على الرايه الوطنيه على اي كيفما كان نوعه داخل المغرب وخارجه. شوف، ولكن هذه الرايه ديال المغربيه ما كيتكلمش على شي واحد، ولكن من حقنا ان ننتقد المنتخب المغربي وننتقدوا اللعابه والتقنيات ديالهم، لانها تحلي. اسمح لي يا سي سعيد عافاك، لا دابا خليني نكمل يا سي سعيد عافاك. تصنت ما غادي تبقى تقول لي تصنت ما بحالي ما غندير والو. انا باش نعطيك باش نحطوا. لا ما تعطينيش، خليني نقول عا كلام يا سي سعيد الله يرضي عليك. لحقاش قلت لي بانني انا قلت وانا تنوض عليك. تفضل قول يا سي سعيد. اوكي باش نعاود نكرر الكلام ديالي بان باش قلنا وزيت الرايه وقلتي عباره عن ايحاءات بان فعلا هو يمثل الان كناخب وطني بمجموعته وبجميع التركيبه ديالو يمثل المغرب، ونسمع النشيد الوطني الذي يمثل المغرب. ونحن هنا لا نزايد اي احد كيفما كان نوعه ان يزايد على. المهم هذا رايك خاص، انا بالنسبه لي غير ذلك. هو مسؤوليه تعطاته مسؤوليه، عين كناخب وطني هو اصلا هو تحمل مسؤوليه ديال انه غادي يقود المنتخب الوطني في هذه القضيه ديال افريقيا وكذلك في الكوب دي موند و الى اخره. تحمل هذه المسؤوليه، ولو قال هو انا اخر المسائل ديالي هو القضيه ديال افريقيا هذا كان. المهم انا بالنسبه لي اي واحد عنده الحق ينتقد الركراكي، واي واحد عنده الحق واي واحد عنده الحق لان ماشي مقدس، واي واحد عنده الحق ينتقد اللعابه ديال المنتخب كيف ما بغى يكون، صغيرهم وكبيرهم. ما كنقولوش لا،
وكذلك بحال دابا انا ما كنقبلش انا اللعابه اللي كيديروا الخشونه داخل الملعب، ما كنحملوش. تجر واحد من التوني وتجر واحد ضربوا في كوت سيزو والاخر دير ليه وكتلعب شحال، ما كنحملش انا دوك اللعابه. وهذا عادل ولا يقدر يجاوبك. لا ما المهم انا واخا يجاوبني سي عادل عنده الحق، عنده الحق لانه هو ولد هذه المهنه. انا بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لي انا اعدى الواحد اللي كيدير الخشونه داخل الملعب. لعب كره ولا سير بحالك. كنتي عندك الملاكمه سير دير الملاكمه، كتلعب كره القدم ولعب كره القدم. انا كيكون في المنتخب ولا كاين غيره، هذا هو اللعب ديالي. كيولي هادوك الناس اللي كيلعبوا داخل المنتخب بهذيك الخشونه كيجعلوني كنولي نتفرج كواحد اللي ما مع هادو ما مع هادو. ونكذب عليك، انا كنقول لك الصراحه ما يمكنش لي نشجع. راه ملي كتقول هذا الشيء بحال الا كتشجع واحد السياسي فاسد. هو هذا ما يمكنش لينا. وشوف واسمح لي، المنتخب المغربي على الراس والعين. انا اليوم كنتفرج بدلت كنقول واش انا مع المنتخب، راه ماشي هو ديال البارح. يعني هاد الفريق اللي لعب اليوم لعب نيت فعلا، لعب على التوني كيف ما كنقولوا، لعب على التوني ديال المنتخب الوطني. جرا ما بقاش كيوقف، بالعكس عباد الله كنتفرج فيه كنقول كنمرض. اليوم لا، اليوم جعلني انا نشجعه وكنشجعوا الغدا، كنشجعوا الغدا. التومون انا تلقاني اول المشجعين فيه. جميل. هذا هو الاساس. ولكن المردوديه ولكن المردوديه سي سعيد، المردوديه هنايا راه كنعطي واحد 50% ديال الركراكي و50% ديال اللاعبين، وهنا انتهي. مزيان. السي باش نقول لك شي المردوديه تياخذوها اللاعبين 100%، بعض المدربين تيعطيوها اللاعبين 100%. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي بغيت نقول لك السي حسن، لا احد غادي يكون ضد التصويب وضد الانتقاد البناء او ما يعتبر كذلك، وتيجيو يوجهوا رغبه وحبا في التطور والتقدم. لا يمكن ان ننتقد ذلك وان نكون ضد هذه المساله. هذه المساله واضحه للجميع وخصها تكون واضحه. انت بالله عليك، انت كلاعب وتتشوف بان بعض الصحفيين تيترصدوك وانت غادي في الطريق ولا غادي للباص ويبداو يسبوا فيك ويقولوا لك الكلام القبيح، ولا يجي يقول لك حنا تنجريو اكثر من انت تجري في التيران، وتيهرسوا لك من المعنويات ديالك، ولا تيشدوا المدرب ويديروه عباره على الكلون كيف قال السي محمد زمان. تيجي تيقلدوا تيقولوا ليه الركراكي البهلاوان. لا هادو خارجين التغطيه خويا السي سعيد. هذا الشيء اللي تتكلموا حنا. هذا ما هوش انتقاد، اسمح لي. وحنا الا كنا كنتكلموا، شوف اشنو الهدف ديالنا من هذه الجلسه. انا كون ما كاينش السي عادل ما كاينش السي سعيد ما غاديش انا ما غنطلعش. وهادشي راه كتعرفوه. فهمتي علاش؟ لان الواقع هو اللي حنت هذوك الناس. هذاك اللي دابا كيخرج ويقول الواحد كيقول الزلزولي كيقول لي انا جريت اكثر منك ولا الله اعلم ديك الهضره الخاويه، راه خارج التغطيه ديال الاعلام، خارج الرساله، خارج مجموعه ديال الامور. وهذاك انا ما غاديش نديرو بجنبي ولا نقول انا راه صحافي ولا غادي غدا وبعد غدا غادي نستشهد به. لا ما يمكنش. راه كنستشهدوا بالناس اللي عندهم الاصاله في الثقافه ديالهم وعندهم الكلمات الوزينه، عندهم النقد البناء، عندك. انا دابا بحال عادل كنترصدوا، انا كصحافي كنترصدوا بغيتو يدير شي غلط، باقي ما دارش الغلط ومازال غادي نبقى نتبعو. فهمتي وارده كيف قال. انا باش نضيف الكلام اللي قال الاخ عماد ريان، قال لك مدرب فرنسا ربح كاس العالم تعرض للانتقادات، وميسي تعرض للانتقادات ولكن اسمع الكلمات قال لك الانتقادات. اسي سعيد عماد كما بغيتي، ولكن ما تسبش راه قال الانتقادات. انا راه ماشي مع الناس. شوف انا عدو ديال هذاك اللي كيبدا يسب في الناس كيف ما بغى يكون الحال، لا في السياسه ولا في الرياضه، في اي مجال. ما يمكنش تكون جالس مع شي واحد وتبدا تعاير فيه لان الراي ديالك يختلف عن رايه، او اللاعب ديالو كيختلف عن اللاعب ديالك. انا كنقول لك ان المجهودات اللي تبدلات سابقا ان المنتخب كان ضعيف، ما غاديش نكذب عليك.
ما كيبانش ليا منتخب قوي، ما كتبانش ليا البصمه ديال السر كراكي تما، ما كيبانش ليا مجموعه ديال الامور. واخا ولكن هاد التغيير اللي طرا اليوم، انا خديت من استقيت المعلومه من الاخ عادل لان التغيير ديال اللعابه اللي كاين، استفدت منه. كيف علاش بالضبط ان المنتخب عطى هذا الشيء اليوم بواحد الميزه كبيره جدا، وانه يستحق الانتصار. انا ماشي قضيه 3 ولا 1، شتي كون كان 1-0 راه نفس العمليه عندي بانه كان متفوقا، ودابا ملي دار 3 ديال الاصابات كان متفوقا. سمعتي؟ هناك بصمه كيف ما عطيتها 50% ديال السير كراكي، و50% ديال التقدم على الماتشات اللي سابقه، 50% اليوم. ولكن اشجع ان شاء الله الرحمن الرحيم المنتخب المغربي في الثمن القادم بهذا التاهل. كنهنيه بزاف كثير يعني. برافو عليك السي حسن، ودائما بغيناك تكون دائما انت مشجع اول، وتبقى دائما مشجع وفي للمنتخب الوطني. السي الله يبارك. عادل، السي عادل، حنا دابا تكلمنا وخلقنا واحد النوع من الجو باش نوضحوا بعض الامور اللي تخلقات غير عبثا، واحد الطريقه اللي انا بقات لي واحد الغصه في قلبي باش بغيتها نشاركها معكم ونشاركها مع الاخوان والمتتبعين ديالنا، باش نكونوا على نوضحوا الصوره بطريقه، وربما اللي باقي عنده هذا النوع من الفكر يحاول يدير واحد اعاده النظر فيه. مساله اخرى سي عادل اللي غادي ندخلوا لها الان، هو تكلمتي في البدايه على طريقه اللعب وكيف شفتي التشكيله اللي دخل بها السي وليد الركراكي، وهاد الترسانه اللي كانت عنده التشكيله ديالو الان بدا تيستافد منهم، بدا تيبين لنا على الاوراق اللي عنده، بدا تيبين على الحنكه ديالو كمدرب، بضغط الجمهور، بضغط رئيس الجامعه، بالجهاز التقني، باي شخص كيف ما كان نوعه. ولكن تتبقى المسؤوليه هو اللي خدا القرار، هو اللي قام اللاعبين. وكيفنا حتى في الندوه الصحفيه اللي كان معاه حكيمي، وكذلك واحد اللقاء اللي كان ربما غادي نشارك معكم الكلام اللي قال السي المحمدي على وليد الركراكي، واحد الاحترام كبير، واحد التقدير كبير لشخص المدرب، لشخص وليد الركراكي اللي تعتبروه كأب كأخ أكبر، وكيفاش تتقاتلوا من أجله. وهذا الشيء جميل تاهو. كيف تشوف انت في النظره ديالك كاطار وطني كمدرب، كيف تشوف هذه المساله هذه والتعامل وهذه اللمه العائليه اللي كاينه في المنتخب الوطني؟ اولا سي سعيد بغيت نرجع للكلام ديال السي حسن في عجاله، لانه على مساله ديال جران التوني. ما بغيتيش تزاقل معاه؟ لا لا لا, لا ماشي بغيت نتزاقل معاه، انا غير بغيت نوضح. حيت قلتي لي سول السي عادل، فهمتيني، غير بغيت نوضح له ان هذيك راه داخله في اللعبه وداخله في التكتيك ديال اللعبه، لانهم كيتسموا دي فوت تكنيك. بارفوا مثلا انت بقيت لعاب هرب لك وغادي يمشي ماركي، كتحاول تجر لا هو ما قصدش هكذاك اخويا عادل. فوت تكنيك هذاك داخل في اللعبه، هو اللعب العنيف، على اللعب العنيف. نعم عندك الحق السعيد. اللي قبيحه، الناس اللي تمشي تقصد اللاعب وتتهرس ليه رجليه، بحال اللي وقع عليك من المناسبات، بحال اللي وقع لنا التيمومي، مقصوده بحال اللي وقع لنا التيمومي، الله يذكره بخير، الله يشافيه ويعافيه، بان البنادم تمشي قاصدك. هذاك الشيء اللي قصد حسن. تفضل. راه اللعب العنيف كاين القوانين الجزريه ديالو، كاين الفار، كاين الحكام، كاين العقوبات، كاين التوقيف، كاين بزاف ديال الحوايج. اللي كيلعب عنيف راه تيلعب عنيف. انا غير فهمت غير المساله ديال الجران ولا شي حاجه، بغيت نقول له ودي راه كاينين دي فوت تكنيك اللي كاين مباشره. لا كنهضر على التعنيف ديال اللعابه بعضياتهم هذول. اما بالنسبه للجو العائلي، سولتيني انا كمدرب، ما يمكنش لك السي سعيد تنجح لا في التدريب ولا في التجاره ولا في الحياه العائليه الا ما خلقتيش واحد اللي كنسميوه حنا واحد الهيلثي انفايرمنت، اللي هو يكون واحد الجو صحي. هذاك الجو الصحي في التدريب كيساهم فيه المدرب، كيساهم فيه اللاعبين، كيساهم فيه الناس المسؤولين على الفريق او على المنتخب، كيساهم فيه ستاف ممبر. باش يمكن لك تزيد خاصك تخلق هذا الجو هذا، ما يمكنش تزيد. والمدرب راه هو فيه مدرب،
فيه معلم، فيه اب، فيه اخ، فيه صديق. هذه هي المفهوم اللي ولا ديال التدريب دابا. ما بقاش ذاك التدريب ديال الا ما بغيتيش، الا عندي معك مشكل ما ندخلكش ونخليك. ديك العقوبات التافهه، فهمتيني، اللي كانت بكري كانت واحد العقوبات تافهه. اليوم كره القدم خاص المنظومه كلها تكون منسجمه متضامنه، ما كاينش الكولاسه. حيت الا ما خلقتيش هذا الجو غادي يكولسوا عليك اللعابه، غادي يكولسوا عليك المساعدين اللي معاك، ربما غيكولسوا عليك حتى هذوك اللي جابوك. ربما غيجي واحد اخر وغادي يعطي تصريحات وانه غير كما دار هذاك المدرب اللي قال ان الركراكي محدود. انا كنسموه بغى يسوق نفسه. ردوا بالكم الاخوان، راه كاين بعض المدربين دابا هذه مناسبه لهم باش يسوق نفسه، باش يتحيد الركراكي، باش ياخذ هو العرض ولا يحط السي في ديالو. اذا المسائل اللي تيقوم بها الركراكي من ناحيه العلاقات مع داخل المنظومه وداخل الفيستير وداخل التدريب هي صحيه، الا انها خاصها تكون مرتبطه بواحد الحاجه اللي هي مهمه. انت لعاب الله عمر هذا ولعب مزيان، ولكن راك ما جاهز. غندخلك في هذه المقابله، ماشي تكون عندي معك علاقه اخويه وصداقه وهذا وتلعب كاع الماتشات كلهم وانت ما عندكش. اذا هذا هو الفرق اللي كاين. الفرق الوحيد هو شكون اللي جاهز، شكون اللي ما جاهزش، شكون اللي غادي يعطيني، شكون اللي ما غيعطينيش. اللي ما جاهش ما ندخلوش واخا تكون. ولكن الا سمحتي السي عادل، راه هذه المساله هذه، وسمعتي السي سعيد كذلك، اسمح لي على التدخل. راه هذه المساله هذه راه وقعات، راه واقعه، والناس الاغلبيه هضرت فيها، ولكن راه ساكتين. راه هي ان ملي كيدخل رئيس ديال الجامعه القجع وكيدخل وكيقول لك انا ما عندي ما ندير بزياش. هاد السيد اللي كيجي كيتفاوض معايا كيقول لي انا كل مره كيجي يصدعني ويقول لي راني فضلت المغرب، ما عندي ما ندير به. هذا ما عرفت شنو هي هذه لغه. واش هذه لغه؟ هذه غادي يشجع انايا نقول الجامعه ونبقى نضرب لهم الطرف في الصحافه ديالي ولا؟ ولكن مشيو عاودوا. دابا الا سمحتي لي السي حسن، انا ما لا، راه هادشي هو اللي كيكون الضغوطات. الا سمحتي لي سي عادل، علاش جبت لك هذا المثال؟ لان رئيس الجامعه راه يضغط على الركراكي، ما تقولش لي لا، غادي يضغط على اي واحد اخر. كيف ما هو في رئاسه الحكومه كاين ضغوطات على مجموعه الوزراء ومجموعه ديال الكادات. حنا هذا الواقع، حنا ما كنسبوا ما كنعايروا، ولكن الواقع خصنا ننتقدوه ونقولوه. الواقع السي حسن، حنا كنعرفوا زياش لاعب كبير، كنعرفوا زياش قدام المنتخب الوطني، كنعرفوا زياش انه في واحد الوقت تمات كان مطلب ديال الجمهور هو اللي يرجعوا المنتخب الوطني. كنعرفوا زياش بانه راه يعني فضل يلعب المنتخب. ولكن خصنا نعرفوا واحد الحاجه اخرى مهمه، كنعرفوا ان كاينين حوايج تيوقعوا اللي ما تنعرفوهمش حنايا، ما تنعرفوش حنا الاسباب، حتى واحد ما عطانا الاسباب. ولكن في الاخير ما غنوقفش انا مصير ديال المنتخب على قبل لاعب واحد، ما يمكنش لي نوقف انا مصير على. وهذه المساله ديال التدخلات ولا ديال لا، غير يقول لك هذه مساله سياسيه ماشي رياضيه. دابا غنكمل السي حسن. لا، باش الكلام ديالك يكون غادي مقاد مع الناس باش يفهموه، لان هذوك داروا الصمت على زياش. قضيه سياسيه اكثر ما هي رياضيه، اكثر ما هي جاهزيه. صافي هادشي اللي خصنا نقولوا. سي حسن، انا ما عمرني نقدر نقول لك وما كنعرفش السبب علاش ما ايوا هذا خصها، لان وخليني نكمل باش انا ما يتحسبش عليا الكلام ديالي، لان انت كتعطي توضيح وتا انا كنعطي توضيح باش ما يتحسبش عليا كلامي انا اللي كنقول. انا هذا الشخص اللي كاين انا دابا حاليا لا يهمني الاسباب. واش نتمنى يلعب زياش؟ نتمنى يلعب زياش، ولكن ما يهمني حاليا هو ما يمكنش نوقف مصير منتخب على شخص واحد. والمشاكل اللي واقعه واش معروفه او لا معروفه يتعلن عليها ولا ما يتعلنش عليها ما تيهمنيش انا كشخص، لان ما كتعنينيش انا حاليا. معقول. اللي تيعنيني هو ان المنتخب الوطني المغربي خاصو يربح كاس افريقيا. راه ماشي غير زياش بوحدو، راه كاين زياش، كاين بوفال، كاين
صابر. حنا كنعطيو مثال. اي انا كنقول لك، ولكن اليوم صافي قدر الله ما شاء فعل. سي عادل باش نكمل على نفس، فهمتيني، ما كاينش، خصنا نكملوا المشوار. عارفين مساله وطنيه ما خصهاش عادل تعطى على واحد. ما معقول. حسن باش نكملوا، باش انا نعطي ادلو بدلوي في هذه المساله هذه تاع الزياش وتاع الان. اي موضوع غادي نتكلموا فيه اللي خارج هذيك التشكيل ديال وليد الركراكي غادي نكونوا تنجانبوا الواقع. ما خصناش الان نجيو في هذه المرحله العرس واقف كل شيء كاين ونبداو نديروا عمليه الشرار تاع ما سبق. الحساب يكون بعد. ماشي الشرار كلمه ماشي في محل سي سعيد. شنو الشرار؟ نقولوا بانها التقطوا واحد الصوره قديمه نجيبوها نحطوها في المشهد الحالي. ما يمكنش نحطوها الان لان الصوره عندنا الان واضحه، الهدف واضح، مشروع دوله خصنا كاملين نديروا يد فيه، كل واحد من الموقع ديالو، الصحافه، اعلام، جمهور، المسؤولين، العائلات ديالنا، كل شيء مجند الان من اجل هدف واحد، هو اولا اعطاء واحد الصوره ايجابيه لبلادنا، ثانيا انجاح هذه الدوره باش تكون دوره متميزه، ثالثا الشق الرياضي اللي تنطمحوا ليه كاملين هو الفوز بهذا اللقب الذي غاب عنا نصف قرن. هذا هو، وما دون ذلك نتركه الى حينه، ونكون ان شاء الله نتكلموا في جميع الاشياء. نتكلموا لا دينا الكاس غادي نجبدوا هذا الموضوع، ما بديناش هذا الكاس غادي نجبدوا هذا الموضوع، نجبدوه بموضوعيه وباريحيه، وتكون عندنا امور. الناس غادي نعمروا كاس تاتي ونريحوا عليه وندردشوا عليه. سي عادل دابا التشكيله تاع اليوم بانت لك الخطه بانه انا قلت لك غادي يبقى دائما على النهج ديالو الدفاعي، ما غاديش يدير هذيك 3-5-2 لانها من وعي الخيال بالنسبه للركراكي، عمري ما شفتو هذا تيلعب بها. لعب 4-1-3-2 وهذه خطه كيف تشوفها نتايا بهذا المنظور ديالك، وكان تقريبا مطلب جماهيري. اولا ملي كتلعب 4-2-3-1 هي خطه متوازنه، كتوازن لا ديفونس مع الميليو مع لاطاك. علاش؟ لان هذه الخطه هذه تتغير على حساب على حساب الترانزيشن. الا عندك الكره وانت مهاجم ما كيبقاوش عندك غير دوك ثلاثه ومعاهم الواحد، كيدخلوا معاهم حتى دوك الجوج للور، كتولي عندك 3 و1 هي 4 وزيد عليها جوج اخرين في الميليو كيوليو هما 6، وكتعاون بالاجنحه كتولي 8 عندك في لاطاك، وكيبقاو لك 3 اللور. هاد الخطه هذه هي كتكرييتي واحد البالانس، يعني ما بين خطوط ديال الدفاع والخطوط ديال الوسط الميدان والخطوط ديال الهجوم، وتقدر تعطيك زياده عدديه في الهجوم الا بغيتي في نفس الوقت تخلي غير 3 ديال لي ديفونسور مع دوك 8 اللي دفعتيهم في الهجوم وتزيد عليهم واحد، تولي انت عندك 9 في لاطاك. وهي اللي شفناها اليوم، داكشي علاش كان عندنا اليوم بزاف ديال الهجمات من الديبار، وكنا نقدروا نسجلوا في الثانيه تقريبا في 10 ولا 20 ثانيه في الاول، وضيعنا بزاف الاهداف. علاش؟ لان حصرنا الخصم، لان كاين واحد التريننج سيشن اللي كتكون في التدريب، هو كيفاش كتخلي الخصم ديالك في النصف ديالو، هذه تيتخدم عليها، ما كتخليش يبني، ما تيبني ما والو، كدير عليه الضغط العلوي كتخليه محصور في النص ديالو. هذه هي اللي كانت اليوم، وهذه الخطه هذه هي خطه ممتازه، نتمنى انه يكمل عليها. علاش؟ لان اليوم هي اللي قلنا 4-2-3-1 هي اللي لعبوها. من اليوم من اللقاء الجاي فصاعدا خاصك تبقى تلعب ب4-2، لان خروج المغلوب فما يمكنش لك تغامر عاوتاني على حساب الخصم وخصوم اللي جايه. عاود هذه السي عادل الا سمحتي لي، عاود هذه ديال 4-2 الله يعطيك الستر. 4-2-3-1 كيكون 4 في لا ديفونس، وكتلعب جوج في الميليو، وكتلعب 3 اللي هما عاوتاني في الميليو 70 اتاكون، وكتلعب براس حربه صريح اللي هو واحد. ولكن راه الا ما رديتي معاه البال راه
كتبدل على حسب ملي كتكون عندك انت الكره اشنو خصك دير، على حساب ملي ضيعتي الكره شنو خصك دير، على حساب ملي الفرقه الاخرى خدات الكره كيفاش خصك تكون وهذا فين يكون. المهم كاين بزاف ديال على حساب الفرقه الاخرى الا غادي تبدا تبني الهجمه من اللور او لا غادي ديجاجي البالون. راه كاين فرق الا غتبني الهجمه من اللور الخصم ديالك عاوتاني البوزيسيون كل واحد فين خصو يكون. الا غيكون ديجاجمون دو بال عاوتاني فين غادي تكون، فين كيمشي الديجاجمون، واش من جهه كيمشي ليها، وشكون اللي خصو يبقى الفوق، شكون اللي راه ماشي راه داكشي خصو ان طابلو، خصو بزاف د الحوايج باش ندخلوا تحليل. ولكن يعني على العموم هي خطه متوازنه. اغلبيه الفرق تيلعبوها وخاصه كتلعبها بايرن ميونخ بزاف. الا تفرجتي في الباير من بين الفرق اللي كتحماق على 4-2 3-1 وكتخدم حتى مانشستر سيتي حتى هي، وهي كاين فيها النجاعه بزاف وفيها التوازن ديال الدفاع. غير اللي جاي ما كنعتقدش انه غادي يبقى على حساب الخصوم، انا ما كنعتقدش غادي يبقى يلعب بها دائما، لان اللي عندك شي خصم قوي من حجم الكاميرون والكوت ديفوار ونيجيريا، هادو ملي كنعتبرهم دابا حاليا اللي باقيين قويين. اذا هنا كاين نظر في الخطه صعيب عليك انك تلعبها. انا جو بريفير مع الفراقي تلعب 4-4-2 وتخدم عليها من دابا، لان يعني خصك تحسن الدفاع ديالك، لان باش تربح هذه الكاس هذه خص تكون عندك لا ديفونس قويه، خصك ما تستقبلش اهداف. اذا الخطه اليوم كانت مع المقابله اليوم طلبات هذه الخطه هذه ونجح فيها ونجحوا فيها مزيان، مع التحفظ ان 10 دقيقه في الشوط الثاني او 15 دقيقه ان ما بقيناش لاعبينها، ولينا لاعبين 4-4-2 ولينا يعني شدينا لا ديفونس وخلينا لا بوسيسيون دو بال. الفرقه الاخرى بطبيعه الحال اننا رابحين خصنا نهبطوا الريتم، ما نفورسوش بزاف، نحاولوا نديروا لا بوسيسيون دو بال ونضيعوا شويه ديال الوقت والخصم يدير اخطاء ونديروا تحنا اخطاء، لاننا حنا رابحين 3-0. لا داعي اننا غادي نبقاو نفورسيو. ولاحظنا في الدوزيام ميطا يعني ما كانوش يعني هجمات بزاف من المنتخب الوطني، باستثناء كانوا بعض الاخطاء ديال المدافعين ديال زامبيا وخلقنا منهم. ولكن كان واحد المشكل ان اللاعبين اللي دخلوا ان كل واحد باغي يبين بلاصتو، وكانت شويه ديال العشوائيه وديال التسرع وكل شي واحد باغي ماركي وما كانش ديك لا جيستيون. ولا لاحظتي ان دياس كيلعب دور كبير في المنتخب الوطني، يخرج دياس 3 ديال اللاعبين من الخصم كيرتاحوا وكيخلقوا لك الزياده العدديه يعني. خصوصا في هذا التوهج. الا سمحتي لي سي سعيد الا سمحتي لي الله يجازيك بخير، بغيت سؤال لان قبل ما نخرج دابا، لان باش انا ما بغيتش نثقل عليكم اكثر من هذا الشيء. ما تثقلش علينا. لا عندي واحد الالتزام اكثر وما بغيتش نبقى ماشي مشكله سي حسن، تفضل. واحد السؤال كان شاغلني طيله المقابله، وهو ما هي قراءتك باعتبارك انك حكام السي سعيد؟ شنو القراءه ديالك للحكم اللي كان ديال المقابله اليوم بكل صراحه، لا في الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ الحكم كان في المستوى، كان قام بالدور ديالو، كان تيحاول يحمي اللاعبين اكثر. هذه لاحظتها في هذا الحكم كان متوازن مع نفسه، كان قام باداره طيبه للمباراه. ما كانتش واحد المباراه بهذيك القوه اللي تستدعي واحد التحكيم اللي خصو يكون قريب من جميع اللقطات، ولا ما كانش بعض حتى الاحتكاكات والالتحامات اللي كانت عاديه جدا، وكان ديما قريب ليها وكان تيدخل في الصميم. وكان كيف قلت خلاصه القول بانه كان وادار المباراه بامتياز. شكرا لك. علاش قلت هذا؟ لان الوقت كاين شي تدوينات اللي جات من بعض المصريين، وربما كاين معاهم واحد ناس اخرين ديال الجاره
انهم كيقولوا باللي هذا الحكم كيف ما كنقولوا حنايا بدارجتنا راه مغدي ومعشي وفاطر، سمعتيني؟ ولكن انا ما قبلتهاش. علاش؟ لان ما قبلتهاش لانني رديت عليهم وتلقيت مجموعه من السب اللي هو كيف ما قلنا ماشي وانت انتقاد، ماشي انت لغه وضعت اخرى. نفسك في ذلك الجحر. اه واش تتسنى عندما وضعتي في الجحر تاع الضبابير؟ راك آه. تتسنى للسيع. راه هذوك هما الفكر ديالهم، هو السي وهذوك حسن هما نوعيه هذيك الجماهيرات. سي حسن، نعم. ربما قريتي ان كانت ملاحظات وكانت انتقادات كبيره للحكم اللي دار المقابله ديال الجاره مع نعم. بوركينا فاسو، لانه ما رجعش للفار في ضربه الجزاء، وطلب منه الفار انه يمشي يشوفها وما مشاش شافها وتثبت بالقرار ديالو. هذه حوايج. انتقادات كبيره حاليا مع بوركينا فاسو، مع بوركينا نعم. بوركينا فاسو. وشكرا لكم بجوج الاخوان، مرحبا وشكرا حسن. لهذا الصعود. ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلقه اخرى، تكون حلقه نوع من الربط بين السياسه والرياضه. الله يجازيك بخير، انا حاضر. انا عرفتك علاش فاش تسناو وتبدعوا اكثر عندما نتكلم عن الحكامه الرياضيه، عندما نعم. نتكلم على السياسه والسياسيين وتموقعهم داخل الجسم الرياضي. نعم. في جميع الرياضات، ماشي بالضروره غير كره القدم. نعم. نحاولوا نصادفوك ان شاء الله، وانت مرحبا. مرحب وتدلو بدلوك، وعندك المساحه الكبيره والواسعه. شكرا سيدي سعيد، شكرا عادل. ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوك ان شاء الله ناخب وطني باذن الله. ما كتعرفش هذا، ولكن نتمنى. علاش لا؟ ما كتعرف والو، كتجي امور من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن شكرا لكم وتحياتي. سي سعيد تكون حكم دولي ان شاء الله. احنا فاتنا الزمن ونحن نكون الحكام الان. وشكرا للمتتبعين الكرام، والى فرصه اخرى باذن الله. تحياتي. حسن ما تمشي الى ان شاء الله كنت ناخب ان شاء الله وطني، بشرط انك دير الانتقادات. سي حسن هو مشى معنا سي حسن، غادي يسمع هذه المساله تاع الانتقادات. غير قبل ما نعطيو الكلمه كذلك المداخله اللي تيبغي دائما يتواجد معنا ومرحب به الاخ عبد الغني. غير بغيت نرجع بك السي عادل وكذلك المتتبعين الكرام بان السي وليد الركراكي راه هذه الخطه هذه راه ماشي جديده. الناس اللي تصحاب بانها راه خطه جديده قام بابتكار ولا شي حاجه، المساله راه لعب معها مع تشكيله ضد الكونغو. لعب بنفس التشكيله تقريبا. لعب في الحراسه كان بونو، ولعب قدام كان اكرد وكان الياميق. واكرد هنا غير ماسينا، وكان في الجهه اليمنى كان حكيمي، الجهه اليسرى كان القرواني اللي عقلتي عليه، قدامهم كان العناوي. هذاك الشيء اللي قلنا 4 1 2 3 الخطه. كان على اليمين كان السي السيباري، وكان بن صغير كذلك في الوسط، وشفنا الزلزولي. وكان جا اليمنى كان براين دياز، وكان ايغامان اللي عوض مكان الكعبي. يعني هذه المساله هذه راه عاديه عند الركراكي، وهذه الخطه هذه راه قام بها، يعني ماشي شي حاجه جديده ولا غريبه ولا غير متوقعه. سي سعيد، دابا ما كنتكلموش على الخطه واش جديده، دابا حنا كنتكلموا اسيدي كل مقابله عطينا الخطه اللي غتكون انجع، او اللي غتكون هي الاصلح لهذيك المقابله. ما يمكنش نعتمدوا على خطه واحده في جميع المقابلات. اذا اليوم عندك الجوده ديال اللاعبين، وعندك بعض اللاعبين اللي لعبوا واحد المجموعه ديال الخطط مع الفراقي ديالهم، وكيلعبوا فراقي كبيره، والفرق كبيره دائما كتغير الخطط ديالها وكتغير التكتيك ديالها. غير هو اليوم المقابله ديال اليوم ان هذه الخطه هي الاصلح، لانها خطه متوازنه. واعتقد ان المقابله الجايه بحكم اننا غادي نلعبوا مع الثالثه وقيله في الاف وفي السي والبي، اللي غادي تكون التصنيف الثالث. والتصنيف الثالث يعني غادي يكون المستوى ديال تقريبا زامبيا، المستوى تقريبا ديال مالي. اذا تقدر تلعب بهذه الخطه هذه.
ولكن ملي غادي تدوز للربوع وغادي تكون مع افراقي قويين ما يمكنش لك تلعب بها، لان الخطط السي سعيد كيتحطوا بناء على جوج الحوايج. في التدريب مزيان نفهموا هاد الحوايج، لان بزاف منا اللي غير لعبوا الكره وكواريه تلقائيا ولعبها تعلمها، ولكن ملي كتجي لي ديتاي ديال الكره شكل اخر عاوتاني. الخطه كتحط على جوج الحوايج، اولا كتحط على المكونات ديالك انت والجوده ديال اللاعبين اللي عندك انت. واش عندك لا ديفونس مزيانه وعندك الميليو مزيان وعندك لاطاك مزيان، او لا عندك لا ديفونس مزيانه الميليو مزيان لاطاك ضعيف، او لا عندك لاطاك ضعيف والميليو ضعيف وعندك لا ديفونس مزيانه. انت تدير الخطه على المكونات اللي عندك، لا كاليتي دو جوور اللي عندك وفين قوي انت. غنعطيك انا اكزومبل غير باش نطعم ليك، باش ما يكونش كلامي كيهضر غير على الهواء. الا خديتي المدرسه الايطاليه تتلعب على لا ديفونس ودات كاس العالم بلا ديفونس، صافي معروفه. اي واحد كيجي من الطاليان معروف انه ولا جاب مدرب طلياني معروف لا ديفونس وداو بها كاس العالم. والمغرب مشى للربع، مشى للنصف النهائي في كاس العالم ب4-1 4-1، وكلها لا ديفونس الاعتماد على الكونتر اتاك. الحاجه الثانيه اللي كدير عليها انت الخطه بالاضافه للتركيبه اللي عندك هو نوعيه الخصم. الخصم ديالك فين عنده القوه ديالو وفين عنده الضعف ديالو. اذا انا ما غاديش نجي نقول للناخب اش هذه المسائل هذه، لان مادام انت في التدريب وعندك واحد وعندك كلاعب ودزتي مع مدربين وتكونتي في مدارس ولعبتي ضد مدارس، هذه مساله راهو مساله طبيعيه وعاديه. قراءه الخصم المكونات اللي عندك صافي. هذا علاش كدير نتايا الخطه وكدير التشكيله. بغيت الاضافه نقول لك انا بالنسبه لي التشكيله، الا بغيتي تعطيني شويه الوقت نقول لك اللي كنشوف انا التشكيله قبل ما باش نحرروا المداخله ديال السي عبد الغني. مرحبا الاخ عادل. السي عبد الغني مرحبا بك، تفضل. شكرا سي سعيد على المداخله، وشكرا سي عادل على اتاحه الفرصه. الحمد لله. اليوم تغيرت بزاف الامور في النخبه الوطنيه اللي بزاف الناس استبشرتها خير، اللي انه تبدلت كما قال السي عادل الخطه وتبدلوا شي عناصر. المشكل اللي كان عند الكرادي انه كان وافي وكنكرروا انه وافي لواحد النهج تكتيكي كما قال السي عادل. وكما قال السي عادل ان النهج التكتيكي كيتبنى على لي زيليمون اللي عندك وعلى بزاف ديال اللاعبين اللي كيكونوا عندك في الفريق والاصابات، وكتدخل فيه بزاف مع من الخصم تلاعب والاجواء والبرفورمانس ديال اللاعبيه بزاف ديال الحوايج. غير هو الانتقادات اللي كانت كتعطى للكراكي كانت انتقادات يعني شويه من الناس اللي كيفهموا الكره كانت بناءه، والناس اللي ما كتفهمش الكره وكدير يعني كدير بعض الحاجات اللي كطيح من القيمه ديال المدرب الوطني اللي هي من غير مسموح بها في مجال كره القدم وفي جميع المجالات. يعني كتولي انك كتدخل في حريه الاخرين وكتولي في بساله كما كنقول. اما نرجعوا لكره القدم اليوم كما قال سي عادل تغيرات التشكيله، تغيرت طريقه اللعب، كانت واحد الانيماسيون ديال نشاط هجومي جيد. شفنا دياز لعب في البلاصه اللي كيبغي وكان حر في الملعب. شفنا كان غياب في الاول. حنا فاش شفنا التشكيله راه كلشي انتقد الكراكي، حتى جاتنا اشارات وجاتنا اخبار بان السي صلاح انس صلاح كان مريض. يعني كان مريض بنوبه برد. داكشي علاش لان في الاول راه كلشي انا منهم والمغاربه كاملين قالوا علاش انا صلاح الدين انه ما يلعبش في المكان الايسر وعنده لي روبير ديال الجانب الايسر. ولكن الحمد لله يعني كانت واحد التغييرات، وكانت يمكن كما قال عادل لعبنا ب4-2-3-1، ولكن كان عندنا يمكن بروبابلي واحد النشاط هجومي. ملي كتكون عندنا الكره كان كيطلع المزراوي للوسط وكيميل السي ماسينالي بحكم انه كيلعب برجل اليسرى وانه ديجا لعب في ديك المكان. كانت كتولي بحال 3-4 يعني 3-4-3 في النشاط الهجومي.
وهذا يمكن عادل راه هو ادراوي كيعرف يعني راه يكون فهم شنو قصدت. يمكن يشاطرني الراي يمكن يقول لي لا. هادشي اللي كاين وكنتمنى اننا نمشيو نلعبوا ماتش بماتش. المقابله اللي لحد الان كما قال السي عادل عندنا البينين تقريبا على حسب الترتيب ديال دابا. واخا مادام بجوجكم دخلتوا لهذا الموضوع تاع المباراه المقبله، ندير الجدول المحتمل هنايا اللي تنشوفوه في الشاشه. مجموعه ا اللي هو فيها المغرب متصدر ومالي. في هذه المجموعه هذه لمعلوماتكم بان بجوجهم لا الثانيه الثالثه ولا الرابعه عندهم 2 النقط، يعني هذه المجموعه هذه اوت، ما غاديش يكون في. يمكن لا بوسيبيليتي ديال حيت تنزانيا وعندك احنا غادي نمشيو بهذا المتاح لحد الساعه، نمشيو بالمتاح. مازال في حاله عدم انتصار هادوك غادي تكون واحد الحسابات اخرى، ربما الثالثه تكون عندها بجوج نقاط تقدر تدوز. هذا الشيء اللي هذا المساله واضحه. نخليو نشوفوه على حساب الواقع اللي كاين اليوم مع اللي كاين. مجموعه بي قلنا مصر وجنوب افريقيا. انغولا حتى هي عندها 2 نقاط، وزيمبابوي عندها 2 نقاط حتى هي اوت، وعندهم ناقص 1 ناقص 2. سي سعيد حاول تحط الجدول ديال الترتيب. كاين جدول كاين جدول ترتيب كاين جدول تاع الترتيب تاع المجموعات. انا نحاول نقلب عليه حيت هذا اللي حاط انت حاط هذا الطريق الدور ديال التشومون. هذا هو اللي بغيت تسنى ما حطيتش الترتيب، تسنى نشوف واش عندي هنايا متاح. واخا على ما نوجدوا ماشي مشكل. تفضلوا قول لنا على كيفاش تشوفوا نتوما. واش وليد الركراكي غادي يحافظ بنفس التشكيله في المباراه المقبله؟ نعم لا. ومن بعد غادي نرجعوا لهذه الاحصائيات والترتيب. انا اعتقد ان التشكيله اللي غادي تبدا تدخل هو بونو. العوده ديال حكيمي غادي يجي البلاصه ديالو. ما غاديش نعاودوا نشوفوا صلاح، غادي يجي مزراوي راه لعب اليوم في البوزيسيون ديالو الا لو وقعت شي حاجه او لا غيابات. وغادي يبقى ماسينا واكرد، وغادي يبقى العيناوي، دياس وناحي الزلزولي. وغادي اللي غيقدر يتبدل الكعبي غادي يكون احتمال كبير اللي غيتبدل هو السيباري، اما غيتعوض بالخنوش او لا غيتعوض ببن صغير. هذا كرسمي باش غادي يدخل. هذا يعني ستارت اب لاين اب، هذه باش غادي يدخل. اذا بونو، حكيمي، مزراوي، ماسينا، اكرد، العيناوي، دياس، خنوس، وناحي، زلزولي، وغادي يكون الكعبي. انا هذا هو اللي كيبان ليا وكتبان ليا احسن تشكيله حاليا، باستثناء ان السيباري يتعوض بالخنوس. بالنسبه لك حتى السي عبد الغني كان شاطر الراي في هذه القضيه، رغم انني انا عندي تحفظ على ان صلاح الدين عنده لي روبير حسن، ولكن بحكم ان ماسينا تبت انه هذا النهار مزيان كنظن غيلعب مزراوي، لان في ماسينا كيغطي على عنده ديك لي روبير ديال اليغوش، يعني مدافع يعني. كيفاش عندكم اشكال في ماسينا بان لكم اليوم ما قامش بالدور ديالو كما ينبغي؟ لا هو مزيان. شفنا حنا اليوم واحد الانسجام كبير بينه وبين اكرد، على خلاف المباريات الماضيه لا كان مع السي سايس لا مع الياميق. هو افضل مزيان احسن من الياميق ومن سايس، ولكن الاشكال اللي يقدر يوقع انه في الكره ديال الظهر يقدر اننا ولا في الميليو تيران لا تقلوا الخصوم من الميليو تيران ندخلوا من العمق نقدروا اننا نكونكيسيو، حيت راه جات واحد لي مومون فاش شدوا الكره في واحد 5 دقائق التاليه ولا 6 دقائق التاليه بدا كتبان لنا واحد الارتجاليه. ورجعنا شكون هما البدائل اللي عندك من غير هاد الثلاثه؟ هو شوف على حسب راه عندك هاد الثلاثه اللي عندك. هذه هي اللي بغيت نقول لك، على حسب التركيبه البشريه اللي عنده هو انه يلعب اكرد وماسينا، وغير هو يمكن يقدر يجرب صلاح. حنا هي عندنا هنايا قدامنا في ديفندرز المدافعين
اشرف حكيمي عارفين بلاصتو، الشيبي واحد باش نقول لك الاسماء كامله وداك الساعه لك الكلمه. عندك اشرف حكيمي عارفينه فين تيلعب، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، عبد الحميد ايت بودلال، ونايف اجرد، ادم ماسينا، النصير المزراوي، وانس صلاح الدين. يعني هنايا الاختيارات اللي تيكونوا في المدافعين المتوسط راه واضحين. لما كانش عندك التركيبه تاع اكرد وسايس، اكرد واليامير، اكرد وماسينا، راه ما نظنش غادي كاين شي بديل. من خلال التشكيله اللي دخل بها اليوم انه السير الكراكي كيهيئ انه ما غاديش يلعب صلاح في المقابلات القادمه، رغم ان صلاح تميز في ذاك المكان. انا كيفاش نتميز؟ انا ربما عادي تا نشاركوا معاه في هذا سميتو. علاش؟ راه دائما هو راه عندنا تيعتمد بواحد الشكل كبير على المزراوي كمدافع ايسر. لكن في اخر 6 مباريات لا 6 مباريات هذه كانت كلها عباره عن تجريب، وكل واحد كيفاش تيشوفها. هو شوف، هو في الغياب ديال حكيمي فين تقلبات الموازين. حكيمي تيلعب دائما في لادروات، وتيلعب المزراوي تيلعب في لاغوش. انا على ما اعتقد ان حكيمي يقدر ما يبداش المقابله الجايه، يقدر يدخل في دوزيام ميطا، لان الا شتي حتى الطريقه اللي لعب بها حكيمي اليوم لعب متحفظ، وكيبان انه يعني باقي كاين شويه ديال التخوف، وما غاديش يغامر به بزاف. سيرتو الا لعبنا مع البنين او لعبنا مع شكون الفرق اللي نقدروا نلعبوا معاهم، البنين، انغولا، يعني الدرجه الثالثه، بنين تنزانيا والخصم الاخر ديال المجموعه اللي فيها مصر. شكون اللي كاين مع مصر؟ بنين، ويمكن شي خصم مجموعه مصر كاين الثالث ديالهم غادي يجي يلعب. انا غادي نحاول نطلع جميع التشكيلات المجموعات اللي عندي اللي كاينين، وفي نفس الوقت غير السي عبد الغني راك شتي بحال انت لغيتي الدور ديال المزراوي في الجهه اليسرى. لا انا نقول لك واحد الحاجه، صلاح الدين يلاه شفناه في هذه المناسبات هذه اللي كانت في المقابلات الاخرى كان اهتمام بالجهه اليمنى اكثر من الجهه اليسرى. اليوم كان توازن. ايوا هذاك الشيء هذا هو المطلب، باش يكون توازن راه هو احسن حاجه. كان توازن لان الزلزولي واللي فرض ذاك التوازن. حيت المزراوي ان حنا كنعرفوا عنده هو مجهد في هذا الدفاع، وعنده ذاك لي روبير ديال الرجل اليمنى، يعني باش غيرجع الرجل اليسرى كيكون ثقيل شويه باش يدير ذاك ليكيليبر كما قلنا في الحلقه السابقه وكان السعادي رجع انه دار السلسولي باش يرجع ذاك التوازن تما باش تدخل بالمزراوي في ذاك المكان. مزيانه جات انه يمكن ربما ضرت النافعه ان السي صلاح كنا ما نشوفوش المزراوي هذا النهار ولا كنا نشوفوا الشيبي اللي كان مزيان حتى هو. واحسن حاجه ما كانت هي انه شفنا ديك العناصر اللي دخلوا، شفنا الطالبين، شفنا خوماش كان مزيان، شفنا دراري اللي دخلناهم في المنافسه، لان راه نقدروا نحتاجوا شي لاعبين في المقابلات الاخرى اللي بحال دابا خوماش كان مزيان، كان كيلعب اسهل، كان كيحك الكره، كيدوز، كيدرج، يعني كيعطيها ضربه وكان مزيان حتى في البريسينغ. حيت راه الانماط ديال اللعب الا كان الانسان كيتفرج راه كانت الانماط ديال اللعب راه كان تقريبا كلشي ديال الخطه راه كان كيتبدل مع فترات اللقاء. يعني كنا كنشوفوا كنا كنرجعوا للخطه القديمه فاش كتكون الكره عند المنتخب الزامبي، كنا كنرجعوا ل 4-5-1. واخا نشوفوا الراي ديال السي عادل على التغييرات اللي قام بهم وليد الركراكي وعلى هاد الاسماء الجديده اللي شفناها خصوصا في الشوط الثاني بعد الدقيقه 60. التغييرات كانت في محلها وجات في الوقت المناسب، خاصه حنا رابحين 3-0، يعني خصو يخرج بعض اللاعبين انهم يرتاحوا، لان اليوم اللاعبين راه داروا مجهود، يعني ماشي مجهود عادي. الا لاحظتي دياس مثلا راه بان عليه العياء واحد شويه، لانه لعب ليبر في كل بلاصه، احتفظ
اناحي، وهذه مساله تحسب للمدرب. ما كيهمنيش انا واش كان عليه الضغط ولا هذا ولا، مهم اناحي احتفظ به. علاش؟ لان اناحي كان صانع الالعاب، كان هو اللي تيخلق تشانسز، هو اللي تيخلق الفرص. عوض لاعب. شفنا انه ملي حيد دياز دخل اخوماش، ملي حيد الزلزولي دخل بن صغير، حيد الكعبي دخل نصيري، وشكون اخر اللي خرج دخل في بلاصتو الطالبي. واش الزلزولي؟ لا، الزلزولي لعب في بلاصتو بن صغير. لا، على الطالبي لعب في بلاصه العناوي. لا العناوي ما خرج، العناوي خرج. يعني دخل الطالبي. يعني التغييرات دارها في الوقت ديالها. شفنا حاجه اللي هي زوينه بزاف، هو شفنا هاد اللاعبين، شفنا المستوى ديالهم على مده ديال 20 دقيقه او ربع ساعه. كما قال السي غالي، اخوماش كان مزيان. هو كيتقن هذاك، تيتقن في الليل ذروه، هذيك هي بلاصتو. قام بواحد المحاولات، جاب اخطاء، تيرجع تيدافع، تيدير البريسينغ. النصيري راه شتي النصيري ما كانش محدود، ما عرفتش، ربما ما نقدرش نحكم عليه. نصيري مزيان في هذاك الوقت بالضبط، مزيان بدون كره تيلعب مزيان وتيدافع، تيهرس لك بن صغير لعب مزيان، انه دار واحد جوج المحاولات، اخترق اللاعبين، كيبان لك انه كاينه الزعامه، ما كاينش الخوف. اذا نشوف التشكيله اللي بدا بها اليوم، نتمنى انه يبقى يلعب بها، باستثناء ان صابري سيباري للاسف كان اليوم انه خصو يبرهن على انه راه كيلعب في المكان، تحت له فرصه كامله، الساعه ما قامش بها، تحت له فرصه، ولا اعتقد غادي تفوت له الفرصه. بالنسبه للمباراه الماجيه ان شاء الله، يعني التغيير الوحيد اللي بان لي غادي يقدر يقوم به وليد الركراكي هو تغيير السيباري. شكون هو اللاعب اللي غادي يعوضوه في النظر ديالكم؟ السي عادل ولا السي عبد الغني؟ السي عبد الغني كيجيني السي عادل والسي سعيد، كيجيني يمكن السيباري، ولكن كما كنعرفوا تحافظ على السيباري ثاني، تعطيه فرصه رابعه يقدر، لان كيقول لك ليكيب كيغاني نو شونج با، بحال دابا ما كتبدلهاش. هذا مفهوم عند العديدين، ولكن ماشي دائما مساله قائمه. كنشوف بان الناس، انا مع عادل انه يبدل. عادل باقي ما قالش الراي ديالو في هذه المساله. انا لا، فاش حيت كان السيباري كان يمكن يكون التغيير ديالو غير هو السيباري. هذوك الناس اللي دخلوا في عوضو في الجوله الثانيه، نعم، الطالبي ولا صغير، كنظن حيت تبدلت الخطه، ما بقاتش نفس الخطه، لان ملي نزولتي ناير راه شكون اللي ولا باللاعب كاسر؟ طالبي. لا ماشي طالبي. لا ما خرجش كاع العناوي، خرج خرج السيباري اللي خرج. السيباري يا ربي، يعني الطالبي هو اللي غادي نعو زعما تقريبا السيباري. انا جاني الطالبي هو اللي غيلعب في ديك البلاصه الا كان هذه، لان بن صغير كان طالبي بصح السيباري لاعب ميليو ديران. يعني انا كنشوف الطالبي ما عطاش داك، ما حسيناش بالفرق في ديك الجهه اللي مشى لها ديال السيباري، حيت هو ما كيلعبش في ديك البوزيسيون، حيت هو كيلعب في اليمين حتى هو، باش نعرفوا بحال اخوماش بحال اخوماش ودياز. يعني هو غير دخلوا في المنافسات باش الناس تفهم، راه غير دخلوا في المنافسات وعطاه ديك الجهه ديال الزلزولي، وكان كيتناوبوا بن صغيره فيها، يعني دخلوا باش يشاركوا في المنافسات الافريقيه، يشم الريحه ديال المنافسات الافريقيه. كنظن ان الطالبي يمكن ما غاديش يكون معول عليه الدراري في الكاس الافريقيه خارج، يعني بحال في المقابلات القادمه الا بحال دابا مثلا جينا مع البنين وكنا رابحين بشي 3-0 ولا 4-0، يمكن هذا بن صغير ما كنشوفوش. انا كنشوف خنوس هو محتمل يقدر يدخل. عادل، اش بان لك في المكان تاع السيباري؟ بالنسبه لك نتايا تعطات له الفرصه كامله وما قامش بالواجب؟ انا كنقول الا تم التعويض ديالو احتمال كبير انه ما يعوضوش، ولكن لا تم التعويض ديالو يكون بدال خنوس.
حيت الطالبيه ماشي في ذاك المكان تيلعب. يعني انا شفت تعجبت فاش دخلوا لذاك المكان، يعني غريب انه دخلوا، ولكن فهمت بانه بغى يشارك جميع اللاعبين. حيت هاد النهار شفنا رحيمي ما كانش وخنوس ما كانش، لان دخلوا في الماتشات اللي سابقه، بحال اللي بغى يدخل التشكيله كامله في المنافسات الافريقيه، ويشوف يجربهم كاملين وتكون عنده الورقه وهذه كانت مزيانه. مزيان. لا مزيان. واخا حنا دابا نمشيو مجموعه ونشوفوا الترتيب على ضوء النتائج اللي كانت اليوم. المغرب انتصر اليوم وعنده 7 نقاط، مالي تعادل عنده 3 نقاط، زامبيا تبقى دائما عندها 2، وجزر القمر تعادلات عندها 2. يعني غير هذاك الترتيب الشي سعيد راه قديم. عرفت انا دابا ما عنديش تقديم جديد. سير هنايا باش نعطيو المعلومات. يعني المغرب عنده 7، 3، 2. نشوفوا مجموعه بي. مصر ربحات عندها 7 نقاط، جنوب افريقيا عندها 6، انغولا عندها 2 ناقص 1، زيمبابوي بقات عندها نقطه واحده. يعني هنايا الثالثه عندها 2 نقاط. هذاك الشيء اللي قلت لكم احتمال مجموعه او بي يقدروا ما يطيروا، ما ناخذوش منهم تواليت. نشوفوا المجموعه السي اللي غادا تكون غدا ان شاء الله. كاين نيجيريا عندها 6، محتمل توصل ل 9، وتونس الاحتمال تقدر توصل ل 6 بحال الانتصار. ياك تونس تلعب معاه من تونس وقيله مع اوغندا. لا ديال سي سعيد ديال المجموعه اللي اول احتمال المغرب. اذا انا غادي ندوزو للاحتمالات السي عبد الغني، غادي ندوزو للاحتمالات. حنا دابا غادي نشوفوها على حسب الترتيب ديال كل هاد المجموعات هادي. هذا باش نشوفوا الترتيبات. هنا نيجيريا 6 نقولوا هادو غادي تكاليفاو ب2، يعني كاولى وثانيه. ثالثه في حاله ما ثالثه كاينه تنزانيا واوغندا. في حاله ما كانت المفاجاه غادي نشوفوا وحده اما اوغندا ولا تنزانيا. يمكن السي سعيد مع من لعبه تونس مع تنزانيا ونيجيريا مع اوغندا. خاص حتى تونس الا ما ربحاش غتولي في الثالثه. علاش قلت انا بغيت يعني تونس تولي هي تقدر تولي تروازيام. تقدر تواجهك انت، تواجه المغرب مواجهه مباشره مع تونس. هناك امكانيه. واخا نشوفوا المجموعه الاخرى اللي هي تتهمنا هي الدي. كاين السنغال والكونغو والبنين وبوتسوانا. هذا اوتوماتيكمون غادي تكون البنين، ما نقولش اوتوماتيكمون باقي ماتش. السنغال تلعب مع من تلعب السنغال مع البنين. السنغال مع البنين. السنغال مع البنين. يعني بحال ما ربحات راك حتى هذه شويه معقده. تكون تروازيام. شوف البنين هي التروازيام، نخليوها هي التروازيام. لا غتكون تروازيام. انا نقول لك علاش. لان السنغال مع البنين، والسنغال ما يمكنش غيكون تفوق. تكون المفاجات السي. لا ما كنظنش كاينه مفاجاه مع البنين والسنغال. مع السنغال ما كايناش. واخا نخليوها على هذا الشكل تاع البنين ونمشيو. والكونغو الديمقراطيه قويه بزاف، راه تعادلت مع السنغال. المجموعه الاخرى هي حتى هي غادي نقدروا نواجهوا احد الفرق منها. الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، غينيا الاستوائيه. احتمال غادي نواجهوا السودان حتى هي. المجموعه الاخيره اللي هي اف، عندك الساحل العاج، كاميرون، موزمبيق وجنوب افريقيا. نخليوها حتى هي كذلك تكون هي الموزمبيق. غنبين لك واحد الحاجه خلال هذا الترتيب. تحسنات تاهل موزمبيق وتاهل السودان وتاهل البنين. دوك تحسموه كلهم. بقى اللعب دابا ما بين مجموعه المغرب ومجموعه مصر وتنزانيا. في حاله هزيمه تنزانيا واوغندا غدا غادي تاهل هي سميتها هي الكومور هي انغولا. لا القمور تعادل. القمور غادي تعادلت اليوم، عندهم تكون عندهم ناقص 2. وزامبيا تعادلت ب1 عندها ناقص 1. يعني اما زامبيا يعني جزر. ولكن سي سعيد سمح لي انا علاش كوموروس سي سعيد الى في حاله هزيمه تنزانيا مع تونس كوموروس غتكاليفي الدوزيام كاحسن ثالثه رابع ثالثه. انا غادي نشرح لك علاش سي سعيد انت سير دابا غير المجموعه السي والدي والاو، ما كيتعنيناش حنا البي والاف.
لا لا لا، غير بغيت نقول بان مزيان باش هذا النقاش هذا بين شكون غادي التكاليف في حاله ما غنكملها السي عبد الغني. في حاله ما انهزمات تنزانيا وانهزمات اوغندا غادي يبقى المشكل في احسن ثالثه في المجموعه بي اللي تاع مصر، واحسن ثالثه اللي كاينه في المجموعه اللي فيها المغرب. المجموعه الثالثه اللي فيها المغرب زامبيا اليوم تعادلات ياك، زامبيا خسرت اليوم شحال 3-0. 3 يعني عندهم ناقص 3. جزر القمور اليوم تعادلات عندهم ناقص 2. موان 2. غادي نشوفوا المجموعه الاخرى عندهم انغولا عندهم ناقص 1، يعني انغولا اللي غتكون دايزه. وهذا ما كيهمناش حنايا. انا بغيت نقول لك بان انغولا اللي دايزه، بان تنزانيا مجموعه تنزانيا ما غتبقاش كتهمنا حنايا، وغادي يولي لنا اما البنين ولا السودان. هنا غادي نرجعكم للمجموعه اللي تتهمنا حنايا، هي المجموعه حنا 1 اي. غادي تلعبوا مع 3 سي 3 دي ولا 3 او. عندك اسيدي؟ لا حنا شكون حنا 3 سي 3 دي 3 او اوكي. حنا هنايا في المجموعه اف، حنا سير المجموعه اف. المجموعه اف هنايا عندك ال1 سي قبيله درت هذا الحساب، عندك 3 ا ما دايزاش، 3 بي ما دايزاش، غتلعب ال1 سي مع 3 اف في حاله ما لا تكاليف تنزانيا. فهمتي يا سي عبد الغني؟ تشبع معايا ولا لا؟ نتبع معك. هل هو انا جاني كيما قال السي عادل، حنا عندنا المغرب عنده 3 سي اللي هي لحد الساعه ما دايزاش تنزانيا، وعندنا البنين ولا السودان. اذا لحد الساعه عندنا البنين، حيت كنمشيو للجروب دي اللي تابعه للسي. اذا البنين هي الخصم لحد الساعه على الترتيب ديال الثالثين. البنين تواجه المغرب يوم الاحد 4 يناير. البنين اللي هي في المجموعه دي اللي فيها البنين. المهم حنا نتسناو المباراه تاع تنزانيا وتحدد لنا شكون هو الفريق. غير كاضافه، الى وقعت المفاجاه وانتصرت تنزانيا، مواجهه تونس لسور قرطاج المغرب. هنا فين كنتسناو دابا كلشي كيتسنى الماتش تنزانيا وتونس غدا. تنزانيا وتونس يعني تنزانيا تحقق المفاجاه. الى حققت تنزانيا المفاجاه واللي هي مستبعده، داكشي علاش الناس كلشي كتب البنين. هذا النهار كلشي كيقول الخصم القادم للمغرب هو البنين. يعني الخصم، يعني في حاله المفاجاه تنزانيا ما كنظنش تنزانيا غتربح تونس، وتونس غتبغي تهرب من المغرب، ولكن تونس الحظ ديالها عاتر، يعني غتواجه مالي. ما في حاله ما لا. المهم هادشي اللي كاين. نتمنوا ان شاء الله خير كخلاصه باش نختموا هذا اللقاء هذا. كيف تتشوف مباراه اليوم؟ كلمه او كلمتين والمباراه تاع القادمه ان شاء الله. المباراه ديال اليوم صححنا الاخطاء والحمد لله اللي فقنا واستفدنا، والقدرات اللي فيها يعني المنتخب الوطني المغربي قدر يستفد من الاخطاء ديالو، وضحى شويه من ديك الافكار اللي كانت عنده. انا بالنسبه ليا وانه اللي دارت هضره في الكواليس، وكاين اشاعات حتى حاجه حنا ما عارفين، بان دواليب الجامعه الملكيه بان السي القجاوي السي فتحي جمال هاد المواضيع ما عرفتش كيفاش. يعني ضروري غيكونوا كانوا اجتماعات، عادي الاجتماعات واللقاءات. راه اللاعبين هما اللي تيقوموا بالدور، المدرب واللاعبين قاموا باش يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكاينين بعض المرات يقدر يدخل لك شي واحد في شي طاكل وشي حاجه اللاعب خاشن، وتقدر توقع لك شي حاجه ما بقى فيها لا قجع ولا غيره، يعني بلا ما نبقاو نديروا عمليه ما تنحولوش الامور غير هو تنبينوا بان الكواليس، لان هنا كيكون تجنيد، ان كل شيء خصو يكون مجند باش ان الوطني المغربي. شكرا لك الاخ عبد الغني. اخ عادل
سي سعيد انا تنشكرك، تحيه ليك، تحيه لراديوكم، تحيه للسي غني الفيلالي. المقابله اهم حاجه هو الجمهور انه مشى فرحان بهذه النتيجه، حصلنا على 3 ديال النقاط، دزنا للدور المقبل، حسابات اخرى غادي تكون. ورغم ذلك النتيجه راه ماشي هو يعني معيار حقيقي المقابلات الجايه، ولكن الاهم راه تحقق، ونتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني والجامعه ان شاء الله. شكرا الاخ عادل، شكرا الاخ عبد الغني اللي كان معنا، شكرا الاخ حسن، الاخوان اللي كانوا معنا في التعليق ديالكم كل واحد. نتمنى ان شاء الله الحلقه تكون راقتكم، رغم كان فيها واحد نوع من توضيح بعض الامور اللي تخص الجمهور والتدخلات ديالو. احنا دائما نسعى الى نشر الوعي الايجابي والى تطوير كل من اجل احنا عندنا هدف واحد، هو نشوفوا المغرب ديالنا في ارقى وفي احسن حله، وبغينا نشوفوا المنتخب ديالنا كذلك يسير بخطى ثابته الى انتزاع هذا اللقب الذي غاب عنا طويلا. كخلاصه وكبعجاله، مباراه اليوم هي فيها نوع من رد الاعتبار، وفيها خلق نوع من الامل عند المغاربه كاملين قاطبه، من اجل السير خطوه خطوه، مباراه الى الحصول الى المبتغى وهو اللقب والكاس ان شاء الله. شكرا اخي عديل على التواجد ديالك، والى فرصه مقبله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.